حبايبي الدويني طلاب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ سمي الله وصلي على النبي وتعالى نراجع مع بعض منهج البحث. مستر النهارده احنا هنعمل ايه؟ حبيب قلبي بكل هدوء احنا هنراجع مع بعض لحبايبنا طلاب تانية ثانوي. هنعمل ايه يا مستر؟ هنعدي على اجزاء المنهج كده سريعا، كل التريكات والقوانين، وهفهمك ازاي تذاكر الزتونه عشان بس تبقى فاهم احنا هنعمل ايه يا مستر. احنا هنا مش هنشرح شرح تفصيلي ولا هنعيد شرح المنهج، ده مش موجود. حبيب قلبي عندك المراجعه القديمه تقدر تتفرج عليها لو انت عايز شرح المنهج كله، لو انت مش واخد حاجه عندك المراجعات الجديده اللي متقسمه مراجعات جبر ومراجعات تفاضل ومراجعات حساب مثلثات واحتمالات للناس بتاعه الادبي، برده المراجعات موجوده. بعتين على الجروبات مسج او مجموعه لينكات بكل فرع، انت مش ناقصك اي حاجه. والناس اللي مش عندنا بتتابعنا بس يوتيوب ابعت لك لينكات الحصص ومفيش اي مشكله. اي حاجه ناقصاك خش اتفرج عليها. طب مثلا كده منهجي تمام. احنا النهارده جايين نعمل ايه؟ هفكرك بحبه حاجات محتاج افكرك بيها عشان ان شاء الله دي موجوده بشكل اكبر في الامتحان والاكتريه في الامتحان عشان تقدر تعدي نفسك ودي تبقى جميله. طب يا مستر محتاج افتكر حاجه عنهم. كل حاجه بنحلها اساسها، يعني احنا هنخش نحل امتحانات اساسها يا مستر مش معاك، الاساس ده مش موجود معاك يا مستر، ارجع له في حصصه الاساسيه، ارجع له في المراجعه بتاعته الاساسيه. طب مثلا انت دلوقتي هتعرفني على ايه؟ هندردش معاك بس شويه في التفاضل الاول كده، نفتح مخك ونفكرك بشويه حاجات لازم تكون فاكرها، عشان دي ما ينفعش ما تكونش فاكرها يا حبيب قلبي وترجع لها من الحصه الاساسيه. لا تعالى نروح مع بعض نفتكرها شويه حاجات في التفاضل اللي هو اكبر حاجه عندك، نشوف الدنيا فيها ايه، وبعد كده نعدي على الجبر سريعا، ثم ناكد شويه بس على تبديل وتوفيق وافضل عدى عشان ان شاء الله موجودين كتير. فهفكرك بقوانينهم وبنعمل فيهم ايه، وبعد كده هنخش نحل المحافظه اللي ان شاء الله ترتب لك وتهندم لك الامور كده وتبقى داخل بيها مطمن. طب مستر المحافظه اللي احنا هنحلها دي محافظه علمي وادبي، علمي وادبي بس هي من كتاب البحث يا مستر بتاع العلمي، يعني ده امتحان علمي بس هيبقى فيه جزء حساب المثلثات، ده مش موجود عليك حبيب قلبي خالص خالص خالص. انت كل اللي موجود عليك ان شاء الله بما يرضي الله احتمالات بدل حساب المثلثات. طب واحنا بنحل يا مستر هنعمل ايه؟ احنا هنحل حساب المثلثات عادي الناس بتاعت علمي في اخر جزء، يعني هنكون حساب المثلثات في الاخر ونحله لوحده. طب يا مستر بالنسبه للاحتمالات بعد ما نخلص حساب المثلثات هنرجع نقول في الاخر جزء احتمالات بتاع العلمي بقى ايه، انت ما تكملش معايا الاحتمالات كده خلاص. الدنيا جميله، سمي الله وصلي على النبي وتعالى نبدا الدنيا تقول فيها ايه. بص يا مستر، اول حاجه اتعرضنا اليها يا مستر احنا اتكلمنا في التفاضل، بدأنا مناهجنا يا مستر بالتفاضل. أول حاجة بدأنا فيها إيه؟ طب يا مستر سمي الله كده وتعالى نبدأ مع بعض بالتفاضل اللي هو أول حاجة فتحنا بيها منهجنا. مستر كان عندي إيه في التفاضل؟ سمي الله، تعالى بس نقول التفاضل. أول حاجة يا مستر بدأنا بيها كان عندي 3 حاجات، حاجة اسمها دالة التغير ومتوسط التغير ثم معدل التغير. تعالى نروح مع بعض كده نفتكر. لو أنا عندي يا مستر دالة اسمها دالة س، الراجل ده راح قال لك بعد اذنك يا باشمهندس روح هات لي داله التغير. كنت بقول له داله التغير يا مستر بتساوي ايه؟ اولا داله التغير كنا بنرمز لها بالرمز ت. هو راح قال لك هات لي داله التغير ومتوسط التغير ومعدل التغير عندما تتغير الداله، عندما تتغير س من 1 إلى 1.2. طب يا مستر ده كلام جميل. الراجل قال لي انا عايز التغير في الداله دي او داله التغير دي لما تتغير الداله، لما تتغير س من 1 الى 1.2. هروح اقول له الداله يا مستر اللي هي ت ه بتساوي، يلا يا مستر ت ه بتساوي ايه؟ فكرني كانت بتساوي داله س زائد ه ناقص داله س يا مستر. طب يلا حبيب قلبي يعني ايه داله س زائد ه؟ يعني همسك في الداله كل س واحط مكانها س زائد ه، شلت السين وحطيت س زائد ه، زائد 3 في شلت السين وحطيت س زائد ه يا مستر. كل دي الداله الاولى اللي هي داله س زائد ه ناقص دالة س يا مستر اللي هي هنزلها زي ما هي س تربيع زائد 3 س. طب يلا بينا يا مستر اي قوس تربيع بفكه يطلع كام حد؟ بيطلع 3 حدود يا مستر. يلا بينا مربع الاول ومربع الثاني و2 في الاول في الثاني، زائد همسك ال3 دي اضربها هنا مره وهنا مره، 3 في س ب3 س، 3 في ه ب3 ه، ناقص يا مستر بقى ناقص في س تربيع بسالب س تربيع سالب 3 س بسالب 3 س. مستر سالب 3 س ضاعف موجب 3 س وسالب س تربيع ضاعف موجب س تربيع، اتبقى لي ه تربيع زائد 2 س ه زائد 3 ه يا مستر. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ دي بالنسبه لي الت ه يا مستر. مستر دي داله التغير؟ يا معال دي داله التغير. طب مستر كان في حاجه اسمها متوسط التغير، اجيب متوسط التغير ازاي؟ اقول لك اهدى واركز واستنى. هو قال لك عايز داله التغير بس ولا داله التغير لما س بتتغير من 1 ل 1.2؟ تقول لي واحد
طب يا مستر ما في متغير تاني اسمه ه، اشيل كل ه واحط كام؟ ما صلي على النبي بقى. الهي بتساوي يا مستر، الهي بتساوي القيمة التانية ناقص القيمة الأولى، يعني اهو 1 و2 ناقص 1 طلع ب2 من 10 يا مستر. طب ما يلا بينا، يبقى هقول هنا ت 2 من 10 لأن هشيل كل ه واحط 2 من 10 بتساوي 2 من 10 تربيع زائد 2 في 2 من 10 في السين اللي هي بواحد زائد 3 في 2 من 10 يا مستر. طب ده برضه يا مستر كلام جميل. يلا بينا بقى نشوف ده كله طالع بكام. احسب انت شوف طالع بكام وعيش حياتك مع نفسك. طب يا مستر عايز اجيب حاجه اسمها متوسط التغير. متوسط ايه يا مستر؟ عايز اجيب متوسط التغير. حبيب قلبي ما متوسط التغير بيساوي ت ه اللي هي دالة التغير على ه يا مستر. طب ما ت ه اللي هي ايه؟ اللي هي دالة س زائد ه ناقص دالة س اللي انا لسه جايبها بكام؟ لسه جايبها ب تربيع زائد 2 س ه يا مستر زائد 3 ه، كل ده على ه. طب ما يلا بينا يا مستر، المسألة بتبوظ هات اخد اله عامل مشترك، اتبقى لي ه زائد 2 س زائد 3 على ه. اله ضيعت اله، يبقى لها مستر متوسط التغير بيساوي ه زائد 2 س زائد 3. اروح اشيل يا مستر كل ه واحط 2 من 10 لانه قال لي بتتغير من 1 ل 1 و2 من 10 بقى 2 من 10 زائد 2 في 1 زائد 3 هو ده متوسط التغير. طب كان في حاجه كمان يا مستر اسمها معدل التغير. هو معدل التغير يا مستر كان بيساوي ايه؟ افتكر معايا يا حبيب قلبي، معدل التغير يا مستر كان بيساوي سمي الله نهى متوسط التغير يا مستر بس لما اله تقول الى الصفر. يعني ايه يا مستر؟ يعني هي دي هاخدها زي ما هي ه زائد 2 س زائد 3، بس بدل ما كنت بشيل اله واحط 2 من 10 انا هشيل اله المره دي واحط مكانها صفر. بقى لي 2 زائد 2 س بقى لي مستر 2 س زائد 3. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب مستر عايزك تفكرني كده كده. بص 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 بص، معدل التغير ده مستر كان ليه اسم تاني، كان اسمه التاني ايه؟ كان اسمه المشتقة. الله 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 الله، ده ايه ده يا مستر؟ انت عايز تفهمني ان معدل التغير هو المشتقة يا مستر؟ ايوه المشتقة يا معدل التغير، ده الاسم الدلع بتاعها. اسم المعدل التغير يا مستر اسمه المشتقة، ده اللي يدخلنا على الدرس اللي بعده اللي اسمه الاشتقاق. افتكر كده حبيبي قلبي الدالة اسمها ايه؟ كان اسمها س تربيع زائد 3 س. لو انا عايز اروح اشتق ده يا مستر هعمل ايه؟ سمي الله. افتكر معايا يا مستر شكل الداله الاساسيه داله س كانت بتساوي س تربيع زائد 3 س. مستر هو انا كنت بروح اشتق ازاي؟ افتكر حبيب قلبي المشتقه الاولى كانت بتساوي، كنت بقول لك بنزل الاس قدام السين يا مستر وبروح اطرح من الاس واحد، يعني هنزل الاثنين قدام السين واطرح من الاس بتاعها واحد فبقت اس واحد زائد. اتفقنا يا مستر ان اي حاجه مضروبه في س مشتقتها باخد الرقم اللي قدام السين يا مستر. اذا المشتقه الاولى طلعت بتساوي 2 س زائد 3 يا مستر. الله، مش هو ده هو يا مستر معدل التغير؟ ايوه حبيب قلبي كده يا مستر، معناه ان المشتقه الاولى هي معدل التغير. ايوه، يعني لما اجي اقول لك هات معدل التغير والسؤال اختيارات لسه هتلعب اللعبه دي كلها ولا تروح تشتقها على طول وتقول له هو ده معدل التغير؟ حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر. تعالى حبيب قلبي نكمل. تعالى افكرك بالاشتقاق لو انت حبيب قلبي عندك زهايمر ولا حاجه. زائد 2 س تربيع زائد 6 س زائد 9. روح اشتق يا مستر. كنت بشتق ازاي؟ سمي الله. مستر انا هشتق ازاي حبيب قلبي؟ انا مستر عندي س اس 3 بعمل ايه؟ بنزل الاس قدام السين، يعني 3 س تربيع زائد هنزل الاثنين دي قدام السين يا مستر. مش انا بنزل الاس واطرح منه واحد؟ جيت انزل الاثنين خبطت في الاثنين، 2 في 2 ب4 وانزل السين زي ما هي اطرح من الاس بتاعها واحد اصبح س زائد 1. مشتقة 6 س يا مستر ب6. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ ده كان الضرب الطبيعي. مستر انا عايز اعلمك حاجه بس بعد ما نخلص ونفتكر انواع المشتقات. تعال افتكر معايا مستر مشتقة القوس. انا مستر لو عندي داله س بتساوي س تربيع زائد 3 س اس 5 عايز اروح اشتق. كنت بشتق القوس ازاي؟ كنت بقول لك يا مستر هنزل الاس قدام القوس واطرح من اس القوس واحد. يعني ايه يا مستر؟ يعني بنزل الاس قدام القوس وانزل القوس زي ما هو بالظبط واطرح منه واحد فبقت 4 في مشتقة ما داخل القوس. مشتقة السين تربيع 2 س، مشتقة ال3 س 3 يا مستر. دي كانت مشتقة القوس. تعال نبص على مشتقة الضرب.
بص معايا كده يا مستر، مشتقة الضرب لو عندي دالة س بتساوي س تربيع زائد 2 س في 3 س زائد 5 الكل أس 3 يا مستر. يلا نروح نشتق. افتكر معايا يا مستر مشتقة الضرب كانت بتساوي ايه؟ كنت بقول لك بثبت الأولى في مشتقة التانية زائد اثبت التانية في مشتقة الأولى. مستر مش فاهمك. بص، بثبت الأولى يعني بنزل الدالة الأولى زي ما هي، أنا بضرب دالتين في بعض يا مستر عايز أشتقهم. هثبت الأولى يعني أنزلها زي ما هي. في اشتق التانية يا معلم. مستر جيت اشتق التانية لقيتها مشتق القوس، انزل القوس قدام القوس واطرح من قوس القوس واحد. في مشتقة ما داخل القوس مشتقة التلاتة س تلاتة ومشتقة الخمسة صفر، فشكرا. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ افتكر يا معلم هنا لما كانت 9 قلت لك الرقم الثابت ملوش ايه؟ ملوش مشتقة يعني بصفر ومشتقته بصفر، فانا لعبت نفس اللعب. اعيد كلام جميل. يلا يا مستر، زائد اثبت التانية اللي هي اسمها 3 س زائد 5 للناس اللي تاهت مني عشان رحت اشرح حاجه وجيت. انا ثبتت الاولى يعني نزلتها زي ما هي، ورحت اشتقيت الثانيه لقيتها مشتق قوس فاشتقيتها مشتق قوس، زائد ثبتت الثانيه يعني نزلتها زي ما هي في مشتقه الاولى يا مستر اللي هي س تربيع زائد 2 س. الكلام ده في مشتقه الاولى يا مستر يعني اروح اشتق س تربيع زائد 2 س هتبقى 2 س زائد 2 يا مستر. انا رحت اشتقيت الس تربيع ب 2 س، اشتقيت 2 س ب 2. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب افتكر معايا يا مستر، افتكر معايا كده يا مستر بكل هدوء مشتقة الاسم. لو انا عندي 2 س زائد 3 على 3 س ناقص 2. يلا يا مستر نروح نشتق. مستر كنت بشتق الاسم ازاي؟ سمي الله وافتكر معايا. مستر الكلام ده كله على بعضه كده موجود فين؟ موجود في ورق الزيتونه. التفاضل كله موجود يا مستر في 4 ورقات، الجبر في 4 ورقات، حساب المثلثات في ورقه، الناس الادبي الاحتمالات فين؟ في ورقه. اللي مش معاه الورق ده او ناقصه وما جالناش المراجعات وبيتابعنا يوتيوب بس ابعت، هنبعت لك الحاجه. ما تقعدش في الكومنتات كده مستر الورق مستر الورق مستر الورق. حبيب قلبي ما انا ممكن ما اشوفش، خش ابعت على ارقام الشغل الناس تبعت لك الحاجه، ما تعطلش نفسك عقبال ما حد يشوف الكومنت. المشتقه مستر بتساوي ايه؟ بنزل اقول المقام تربيع واطلع يا مستر. هشتق ازاي بقى فوق؟ اول حاجه بقول المقام تربيع، بقول يا مستر مشتقه البسط. تاني يا مستر مشتقه الاسم بتساوي ايه؟ اول حاجه المقام تربيع، اطلع فوق اقول مشتقه البسط. هشتق البسط ده مشتقة الاتنين س 2 مشتقة التلاتة صفر، يبقى خلاص المشتقة ب2. في المقام زي ما هو يعني 3 س ناقص 2 ناقص مشتقة المقام اللي هي 3 في البسط زي ما هو 2 س زائد 3. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ مستر اشتقت الاسم خلاص. طب حبيب قلبي افتكر معايا كده مشتقة الجذر. مستر انا عندي نوعين من الجذر، يا اما جذر تربيعي يا اما اي جذر تاني في الدنيا. يعني ايه يا مستر؟ تعال اما اقول لك. بص، س تربيع زائد 5 س زائد 9. روح اشتق يا مستر. الله مستر مش ده جذر تربيعي؟ يعني مش معلهوش حاجه هنا، ده معناه انه جذر تربيعي. بشتق الجذر التربيعي ازاي يا مستر؟ سمي الله. اول حاجه بقول مشتقه ما داخل الجذر. مشتقه الس تربيع كام يا مستر؟ 2 س. مشتقه الخمسة س 5. مشتقه التسعة صفر على 2 في نفس الجذر يعني زي ما هو يا مستر س تربيع زائد 5 س زائد 9. تاني يا مستر مشتقة الجذر بتساوي ايه؟ مشتقة ما داخل الجذر على 2 في نفس الجذر. طب يلا يا مستر لو معايا جذر بس مش تربيع، اي جذر تاني بنفترض انه جذر تكعيب يا مستر، لس تربيع زائد 2 س الكل اس 5. مستر اروح اشتق ده ازاي؟ افتكر حبيب قلبي كنت بقول لك لازم اظبطها الاول، اخلي الجذر ده قوس. ازاي يا مستر؟ هقول ان س تربيع زائد 2 س دي هخليها اس 5 على 3 وروح يا مستر اشتق بقى. انا كده خلاص بقت مشتقة قوس عادية. هشتقها ازاي يا مستر؟ هنزل القوس قدام القوس واطرح من قوس القوس واحد، هيبقى 2 على 3 في مشتقة ما داخل القوس 2 س زائد 2 يا مستر. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب بعد كده يا مستر كنا بنخش على حاجه اسمها التطبيقات. نخش على حاجه اسمها قبل التطبيقات يا مستر برضو كان عندي ايه يا كريم يا رب؟ لو كان عندك صاد بدلاله عين مثلا وعندك عين بدلاله س، كنا مستر بروح لو انا عايز اجيب د صاد على د س كنا بنستخدم قاعده السلسله. بعمل ايه في قاعده السلسله دي يا مستر؟ بروح اشتق صاد بالنسبه لعين اقول يبقى د صاد على د العين
مشتقة عين تربيع يا مستر 2 عين زائد 3. ومشتقة العين بالنسبة ل س هقول ده العين على ده س. يا مستر انت كتبت ليه ده ص على ده العين؟ مش متعودين ده ص على ده س ولا انا بشتق ص بالنسبة لعين يبقى ده ص على ده العين، بشتق عين بالنسبة لس يبقى ده العين على ده س. طب ما يلا بينا 2 عين زائد 3 تعالى هنا 2 س. الكلام ده فيه مشاكل؟ مستر انا عايز ده ص على ده س، لا دي ولا دي. طب بقول لك ايه، انا عايز ده ص على ده س بس، يعني عايز اطير العينات، ده واحده فوق واحده تحت، اضربهم في بعض ولا اقسمهم؟ هضربهم يا مستر. فاروح ضارب ده ص على ده العين في ده العين على ده س، فده العين تطير ده العين يبقى لي ده ص على ده س، ودي اللي كنا بنسميها قاعده السلسله. بقى 2 عين زائد 3 في 2 س يا مستر. حبيب قلبي لازم تخليها كلها بدلاله حاجه واحده، يا كلها بالسين يا كلها بالعين. تقول لي مستر ما سهله، العين بتساوي 2 س زائد ج، يبقى هقول 2 في 2 س زائد 5 زائد 3. شكرا مع السلامه. شلت العين وحطيت قيمتها، شلت العين وحطيت مكانها 2 س زائد 5. حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ طب تعالى يا مستر افتكر معايا على طول التطبيقات. مستر كان بيطلب مني في التطبيقات، كان بيطلب مني معادله المماسه ومعادله العمودي. في المراجعه اللي احنا بعتنا لك لينكها حبيب قلبي اللي قبل دي على طول، كنت هتلاقي كل الاسئله التقيله بالرسومات بالشغل التقيل اللي فيها. حلو. مستر عايز التطبيقات على المماس والايه؟ التطبيقات على المشتقات. عايز اوجد معادله المماس ومعادله العمودي. حبيب قلبي كنت بقول لك لايجاد معادله المماس ومعادله العمودي بحتاج حاجتين: 1 بحتاج نقطه يا مستر، 2 بحتاج ميل. حبيب قلبي مستر هو انا بجيب الميل ازاي؟ افتكر معايا ان الميل ليه 6 طرق يا مستر. الميل ليه؟ ل6 طرق حبيب قلبي. يلا يا معلم، اول طريقه ودي الماستر بتاعتي اللي هجيبها في كل المسائل، هي كانت يا مستر المشتقه الاولى للداله اللي احنا شغالين اصلا عشانها، ده ص على ده س. الطريقه الثانيه يا مستر وهي ص زاويه. الطريقه الثالثه وهي لو انا معايا مستقيم موازي للمستقيم اللي انا عايزه، كنت بقول هي سالب معامل س على معامل ص، بس دي كان ليها شرط عشان استخدمه، السين والصاد لازم يبقوا فين؟ في نفس الناحية يا مستر. ودي كان ليها شرط يا مستر، لما اقول ص زاوية لازم الزاوية يكون ما بين محور س موجب وما بين المستقيم يا مستر. طب ده كلام جميل. طب يا مستر رابع طريقة ايه؟ ولا رابع طريقة يا مستر لإيجاد الميل، انا اول حاجة كان معايا المشتقة الاولى وبعد كده ص زاوية وبعد كده سالب معامل س على معامل ص. لو اداك نقطتين يا مستر بروح اقول له فرق الصادات على فرق السينات يا مستر. يعني انا لو اداني نقطتين ده التي انت تعلمها منذ نعومه اظافرك ان الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات يا مستر. طيب بعد كده ايه؟ قال لك لو قال لك يوازي السينات يبقى الميل بصفر، لو قال لك يوازي الصادات يبقى الميل بيساوي 1 على الصفر، اي ان غير معرف. الكلام ده فيه مشاكل يا مستر؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. طب مستر انت كده بقى معاك حاجتين، معاك النقطه يا مستر ومعاك الميل. حبيب قلبي اروح اكون المعادله ازاي؟ سمي الله. ادي معادله التكوين بتقول ص ناقص ص واحد، خلي بالك عشان دي جايه في المقال، على س ناقص س واحد بيساوي الميل يا مستر. يعني ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بيساوي الميل. ايوه. طب مستر تعالى حل معايا مسألة عشان افتكر الكلام ده. حبيب قلبي بقول لك اوجد معادلة المماس. اوجد ايه يا مستر؟ عايزك توجد لي معادلة المماس للمنحنى اللي اسمه ص بتساوي س تربيع يا مستر زائد 6 س، ويمر بالنقطة اللي اسمها 2 و3. يلا يا مستر عايزك توجد معادلة المماس للمنحنى ده اللي يمر بالنقطة اللي اسمها 2 و3. اوجد ازاي يا مستر معادلة المماس او معادلة العمودي؟ مستر شعبان قال لي عشان يا مستر اجيب معادلة المماس او معادلة العمودي بحتاج حاجتين: نقطة وميل، نقطة وميل. يلا يا مستر اول حاجة جري النقطة معايا. الحمد لله. دور على الميل. مستر فتح كلام، الميل من المشتقة الاولى. يلا يا معلم روح هات الميل اللي هو المشتقة الاولى، روح اشتق الدالة. مشتقة السين تربيع 2 س يا مستر، مشتقة ال6 س 6 حبيب قلبي. طب يلا بينا يا مستر كده على السريع والنبي نروح نعوض، نشيل كل س ونحط 2، بقى 2 في 2 زائد 6، بقى الميل معايا ب10. ولا
ده اسمه ميل المماس، اللي انت بتجيبه من المعادله على طول اسمه ميل المماس. هو عايز معادله المماس يبقى ده الميل بتاعها. طب افرض راح قال لي يا مستر انا عايز معادله العمودي، او اوجد معادله المستقيم العمودي مش المماس يا مستر. قال لك اوجد العمودي. عشان اجيب ميل العمودي بجيبه ازاي يا مستر؟ بروح اقول ان ميل العمودي، شفت الميل اللي انت جبته ده، بروح اقلبه واغير اشارته، بدل ما هو 10 يبقى 1/10، بدل ما هي موجب خليها سالب يا مستر، بقى سالب 1/10. الكلام ده فيه مشاكل؟ حلو قوي. يلا يا مستر بقى نروح نكون. انا عايز المماس، يعني هاخد الميل اللي طلع على طول، ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد، كل ده بيساوي الميل اللي هو 10. الصاد واحد واس س واحد مستر، الصاد واحد دي احداث الصاد بتاعت النقطه يعني 3، السين واحد دي احداث السين بتاعت النقطه يعني 2. يلا جري اعمل مقص، ده في ده بيساوي ده في ده. يلا يا مستر 10 في س ب 10 س، 10 في سالب 2 بسالب 20 بيساوي، ما دام مقام واحد ده في ده بقى ص ناقص 3. دخل كله الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اصبح ص ناقص 10 س سالب 3 زائد 20 بموجب 17 يا مستر. هي دي معادلة المماس. الكلام ده في حاجة صعبة ولا أي حاجة صعبة. يلا يا مستر مع بعض جري نشوف اللي بعده. مستر بعد كده بالنسبة للأدبي دخلنا على التكاملات. بالنسبة للعلمي كان في حاجة بسيطة قوي قوي قوي، ودي حصتها موجودة يا مستر وحطيناها لك في المراجعة، بس افتكر معايا ندردش كده، ولا بتاع أدبي ريح 5 دقايق بس. هنفكر أخوك بتاع علمي بإيه؟ بحاجة كده في مجرد دقيقتين وارجع لك. سمي الله يا مستر، ولا من غير ما ندب قلم على السبوره احنا حافظين مع بعض. سمي الله. مستر مشتقة الجا جتا، مشتقة الجتا سالب جا، مشتقة الظا قا تربيع، مشتقة الزتا سالب قطا تربيع يا مستر، مشتقة القا قاظا، مشتقة القطا سالب قطا زتا. كنت بقول لك ايه يا حبيبي عشان تعرف تحفظهم؟ كنت بقول لك اول 2 جروب مع بعض، واحدة تديك الثانيه، يعني تشتق الجا تديك الجتا، تشتق الجتا تديك الجا، مع مراعاة ان اي داله فيها ت يا مستر مشتقتها فيها سالب، فهو الداله نفسها فيها ت تبقى المشتق اللي فيها سالب. يعني يا مستر ما هو مشتقه الجا جت عادي لان الداله نفسها ما كانش فيها ت، فمشتقتها ما فيهاش سالب، مشتقه الجا جت. اما مشتقه الجتا سالب جا، الداله فيها ت المشتقه فيها سالب، اذا مشتقه الجتا سالب جا يا مستر. طب مشتقه الظا قا تربيع، مشتقة الزتا سالب قا تربيع عشان فيها الله ينور عليك فيها ت. يبقى تاني جروب يا مستر الظا والزتا مشتقتهم فيهم تربيع، يعني مشتقة الظا قا تربيع، مشتقة الزتا سالب قا تربيع. طب يا مستر كلام جميل. اخر جروب معايا القا والقطا. كنت بقول لك واحدة تديك 2. يعني ايه يا مستر؟ يعني تشتق القا تديك قاظا، تشتق القطا ولا ت يعني الله ينور عليك سالب، يبقى سالب قطا زتا. تاني بقى مستر في السريع، مشتقة الجا جتا، الجتا سالب جا، الظا قا تربيع، الزتا سالب قطا تربيع، مشتقة القا قاظا، مشتقة القطا سالب قطا زتا. ولا حبيب قلبي قلت لك ضحكوا عليك وقالوا لك ان مشتقة الجا هي الجتا ومشتقة الجتا هي السالب جا، بينما مستر مشتقة الجا جتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية حبيب قلبي، ومشتقة الجتا سالب جا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. اوعى تنخدع وتقول ان مشتقة الجا جتا، بينما مشتقة الجا جتا نفس الزاويه في مشتقة الزاويه حبيب قلبي. تعالى اوضح لك الكلمتين دول. يعني يا مستر هو مثالا واحد نفهم منه هذه الزاويه، لو قال لك يا مستر جا 3 س مشتقتها ايه، تروح تقول له جتا نفس الزاويه، يعني 3 س في مشتقة الزاويه يا مستر في الكام؟ في الثلاثه، اصبح مشتقة جا 3 س 3 جتا 3 س. حلو الكلام، فل الكلام يا مستر. ومع الحل نشوف الدنيا فيها ايه. مستر وقفنا على كده؟ لا طبعا، ده ولا اكنه يجي منه سؤال طبعا يا مستر. اللعبه كلها كانت فين حبيب قلبي؟ اللعبه كلها كانت في قوانين الدوال اللي عندك من اولى ثانوي اللي انت لازم تحفظها صم يا مستر، اللي تخليك تشتغل. تعال افكرك بيهم في اقل من دقيقتين. بص يا مستر، كان عندي جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي الله ينور عليك 1. كنت بطلق عليه مستر شعبان قايل لي ده اسمه قانون الكلب. لماذا مستر سمي بقانون الكلب؟ نسبة لان اي كلب حافظه. تخيل سيادتك مش حافظه، درجتك متدنية عن الكلب، تبص للورقة وتهوها، لا تحل ولا تنيل. جا تربيع زائد جتا تربيع ب1 يا مستر. يلا بينا
1 زائد ظ تربيع يا مستر بيساوي ق تربيع. 1 زائد ظ تربيع بتساوي ق تربيع. دول التسع قوانين اللي المفروض تكون حافظهم حبيب قلبي. تقول لي مستر حيلك سلامة الشوف، دول 3 قوانين ولا دول 9؟ سلامة الشوف انت ازاي يا مستر؟ سمي الله. تعالى من هنا، جا تربيع زائد جا تربيع بيساوي 1. سيادتك لو حابب تجيب الجا تربيع في طرف لوحدها تودي الجا تربيع الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. اذا لما اجي اقول لك اشتق 1 ناقص جا تربيع يا مستر تقول لي استنى، ما هي بتساوي الجا تربيع، يبقى اشتق الجا تربيع على طول. طب يا مستر لو عايز اجيب الجا تربيع في طرف لوحدها هودي الجا تربيع الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يصبح ان 1 ناقص جا تربيع بيساوي جا تربيع. طب تعالى من هنا يا مستر، 1 زائد ظ تربيع بيساوي ق تربيع. طب ما تودي ق تربيع الناحيه الثانيه الظ تربيع الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى ق تربيع ناقص ظ تربيع يا مستر بيساوي 1. طب تعالى من هنا برضو مستر، لو انا عايز اجيب الظ تربيع في طرف لوحدها اودي الواحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يصبح ق تربيع ناقص 1 ده يساوي لي الظ تربيع يا مستر. يبقى انا مستر بحفظ 9 قوانين ولا بحفظ 3 وبطلع منهم الباقي؟ وبالبسله يا مستر. تعالى هنا اسحب يا مستر سهمين. اول سهم لو عايز تجيب الواحد في طرف لوحده تودي لي الظ تربيع بعكس الاشاره، لو عايز تجيب الظ تربيع في طرف لوحدها تودي الواحد بعكس الاشاره. كله تمام، كله فل يا مستر. طب مستر حبيب قلبي انت فاكر لي بس ايه؟ وافتكر لي والنبي الاسئله اللي اتكلمنا فيها وزورنا وجعنا فيها يا مستر، وارجع للحصه. بص لما اجي اقول لك جا ظ 3 س تقول لي الله الله ده ايه ده يا مستر؟ امال لو عملت لك كده قلت لك جا تربيع هتعمل ايه؟ تقول لي مستر انا هعرف اعمل ايه. انا التربيع ده هشيله من على الجا هنا واحطه على الكل. اقول لك فاهم. طب يلا بينا نشتق. هروح اجيب المشتقه. اعمل ايه يا مستر؟ مستر انا بسمي الله وببدا بيميني. دخلت على اليمين يا مستر لقيتها اول حاجه مشتق القوس اهو. قلت مشتقة القوس ايه؟ قال لي باشا نزل القوس قدام القوس واطرح من قوس القوس 1، يعني مش هكتبه. في مشتقة مداخل القوس دخلت جوه القوس لقيتها جا. ما مشتقة الجا جاتا ايوه نفس الزاوية. في مشتقة الزاوية يا مستر مشتقة الظا ق تربيع نفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي كام؟ كده انت واد بتفهم. مستر خلصنا الاشتقاق وقفلناه. اقول لك التقيله ولا بالذات بتاع ادبي؟ بتاع ادبي ركز معايا قوي يا مستر. الاشتقاق كله بيتحل بالاله. ايه يلا بينا. يا مستر اللي انت قلته ده يعني انت من اول الترم عمال ترزعني مشتقات عشان تيجي في الاخر تقول لي الاشتقاق بيتحل بالاله؟ معلم احنا ليله الامتحان عايز احل السؤال واتكل على الله. بص سمي الله. بيقول لك ايه يا مستر؟ ص بتساوي س تكعيب زائد 2 س زائد 5. انا باجي في الامتحان اقول لك يوجد بلاش ايه صاد خليها ايه دالة س اللي انت بتحبها اهو دالة س. جيت قلت لك يوجد ده شرطه 3 يا مستر. الله الله يعني يا مستر ايه ده الشرطه 3 دي؟ يعني اشتق وعوض في المشتقه عن كل س ب3. الطبيعي اللي انت هتروح تعمله ايه؟ بص هتقول لي يا مستر ده شرطه س بتساوي انزل للقص قدام السين واطرح من القص بقى 3 في 3 تربيع يا مستر زائد 2. حلو. واروح ماسك آلة الجميله. ركز يا همسك آلة الجميله 3 في 3 تربيع زائد 2. الآلة قالت لي 29 قلت لها مشكوره. حلو. انا هروح اعمل كل ده. هو الوقت يا مستر في الامتحان يكفي؟ دي هبله دي عبيط انا بعلمك عليها. هيجي لك مشتقه اسم ومشتقه ضرب ومشتقه جذر وتروح في داهيه. بص يا مستر هعمل ايه؟ سمي الله ولا اي كلام يا معلم. بص سمي الله بقى. هتدوس لي شيفت. دوسنا شيفت يا مستر. الزرار اللي تحت المود اللي هو علامه التكامل اللي عامل كده يبقى انا هدوس يا مستر شيفت وبعد كده هدوس تكامل. هلاقيه فتح لي يا مستر. هو الاله الاقيها عملت لي كده قالت لي دي باي دي اكس وراح فاتحه لي قوس وكاتبه لي هنا اكس يساوي فاتحه لي مربع. اوعى يابا فاتحه لي مربع كده. هعمل ايه يا مستر؟ ركز بقى. هو كتب لك دي باي دي اكس وفتح لك قوس وعملت لك كده دي الاله. حلو اهو. اكتب شيفت الزرار اللي تحت الالفا يا مستر اللي اسمه تكامل. شيفت تكامل تحت الالفا ولا اهو انا دوست شيفت بعد كده الزرار اللي تحت الالفا اللي هو تكامل فتح لي دي. هكتب هنا ايه؟ همسك الداله دي يا مستر اكتبها زي ما هي بالظبط. قال لك س تكعيب يعني اكس تكعيب اهو. ايه يا مستر ده؟ هو انا هكتب الاكس على الاله ازاي؟ مستر الفا
قوس يمين يا مستر اهو، في قوس شمال وقوس يمين، هدوس الفا قوس يمين يعمل لي اكس، اطلع اكتب اكس تكعيب، بقى اكس تكعيب زائد 2 يا مستر 2 س يعني 2 اكس، الفا قوس يمين عمل لك اكس زائد 6 يا مستر، دوس سهم يمين نزلك تحت، الاكس بتساوي، هو كان عايزها عند كام؟ 3، اكتب الاكس يساوي 3، دوس يساوي، يلا مع بعض الفا قوس يمين تكعيب زائد 2 الفا قوس يمين زائد 6، دوس سهم يمين 3 يساوي، طلع 29 يا مستر. اوعى السحر يوه، بدل ما تعمل ده كله هتعملها بالايه؟ بالاله. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ خد التقيله خد التقيله خد التقيله، ما تذاكرش تكامل، التكامل كمان بالاله. لا يا مستر انت بتهزر يا عم، والله ما بهزر. تعالى بس نفتكره مع بعض بما يرضي الله، عشان حبايبنا اللي هتحل بما يرضي الله، وبعد كده تعالى اقول لك نعمله بالاله ازاي. سمي الله يا معلم. تعالى يا مستر نفتكر مع بعض التكامل. بص حبيبي قلبي، اول حاجه يا مستر التكامل العادي خالص، تكامل س تربيع زائد 3 س مثلا زائد 5. حلو الكلام، فل الكلام يا مستر. بقول لك كل ده كملهولي بالنسبه لس، يعني ده لس. يلا يا مستر بكمل ازاي؟ اولا ولا افتكر يعني ايه اصلا تكامل مستر؟ التكامل ما هو الا عكس التفاضل. هو انا في التفاضل كنت بعمل ايه؟ كنت بروح اقلل درجه الداله درجه، يعني هي لو داله من الدرجه الرابعه كنت بشتقها تبقى داله من الدرجه الثالثه. طب ما في التكامل العكس، لو هي داله من الدرجه الثالثه بكملها اطلعها درجه تبقى داله من الدرجه الرابعه. يعني ايه يا مستر؟ يعني دي س تربيع. ولا افتكر في التفاضل انت كنت بتعمل ايه؟ في الاشتقاق كنت بعمل ايه؟ كنت بنزل القص قدام السين واطرح منه واحد. هنا اعكس، بص هزود على القص واحد، مش هطرح منه واحد، ده انا هزود عليه واحد وهقسم على القص الجديد. السلام عليكم يا مستر. التلاتة دي ثابت ماليش دعوه بيها، همسك السين ازود عليها واحد واقسم على القص الجديد. زائد دي 5 يا مستر موجوده لوحدها، اي رقم لوحده في التكامل بحط جنبه س، وما تنساش ثابت التكامل اي حاجه بقول زائد ثابت. ليه يا مستر؟ لان اللي بيتحط قدام التكامل ده يا مستر ده يعتبر مشتقه لداله. حلو، فانا عايز ارجع الداله زي ما هي. مش الداله في الاساس يا مستر لو كان فيها رقم، لو كان فيها ثابت مشتقته بقى بصفر، فمش ظاهر معايا هنا، فانا مش عارف ارجعه لاصله، فبقول ثابت، بقول لي كان في هنا رقم بس انا ما اعرفش هو كام، كان في رقم ولما اشتقناه بقى صفر، فبقول لك خد بالك في ثابت. حلو الكلام، فل الكلام. وبعد كده مستر دخلنا على مشتقه القوس. القوس كان نوعين، يا اما اللي جواه داله خطيه يعني من الدرجه الاولى، يعني س اس واحد ودي اللي احنا هنشتغل عليها، يا اما داله مستر غير خطيه. يعني ايه غير خطيه؟ يعني تربيعيه تكعيبيه فيما فوق بقى مستر، المهم من س اس واحد ودي مش موضوعنا. حلو، يبقى الداله الخطيه مستر س زائد 3 س تربيع، س زائد 3 لكل اس 3 يا مستر، ولا نخليها كل اس كام؟ كل اس 4 مثلا. بالنسبه لس مستر انا عايز اكمل، هتكمل ازاي بقى حبيب قلبي؟ سمي الله. مستر ده مش تكامل قوس؟ اللي جواه داله خطيه، ادام تكامل قوس جواه داله خطيه بكمله ازاي يا مستر؟ بزود على القص واحد واقسم على القص الجديد. طبعا اللي جوه القوس زي ما هو ماليش دعوه بيه، تاني بنزل القوس زي ما هو، ازود على القص واحد واقسم على القص الجديد. في اوعى تنسى دي، الناس كلها بتنساها يا مستر، في معامل السين يبقى في 2، يبقى طالعه 1 على 10 في 2 س زائد 3 الكل اس 5. اوعى تنسى ثابت التكامل. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب تعالى يا مستر روح كمل لي 1 على س اس 3 زائد س تربيع زائد 6. كمل لي كل ده بالنسبه لس. تقول لي استنى يا مستر، ده اذا كان ما كنتش بعرف اصلا اشتق، لو عندي س في المقام هكمله في س في المقام. طب انا اعمل ايه؟ بروح اظبط الاول يا معلم، همسك السين دي اطلعها فوق بأس سالب، بقى س أس سالب 3 زائد س تربيع زائد 6. يلا يا مستر روح كمل لي كل ده. تكامل س أس سالب 3 ايه؟ ازود على الأس واحد واقسم على الأس الجديد. سالب 3 زائد 1 اللي هي سالب 2 يا مستر على الأس الجديد اللي هو سالب 2 زائد س تربيع ازود عليها 1 بقت تكعيب على 3 زائد 6 يا مستر تكاملها 6 س زائد ثابت تكامل. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ مستر لو انا واد شقي وعايز اظبط الدنيا اعمل ايه؟ بص تخلي دي سالب نص، ما هو الاتنين في المقام، وما ينفعش يا مستر س تبقى بأس سالب ارجعها تحت في المقام بأس موجب. بس بقى كده المسألة شكلها حلو يا مستر. حاجة صعبة ولا اي حاجة صعبة؟ طب يلا بينا يا مستر. على فين؟ ولا على التكامل بالآلة. بص يا مستر هكمل ازاي بالآلة؟ سمي الله بقى. انا بيجي لي السؤال كده يا مستر
ويبقى عندي اختيارات، بيبقى عندي ايه؟ فلنفترض مثلا ده الاختيار ب، وعندي اختيار اسمه ج مثلا، وبيقول لك 1 على 5 2 س زائد 3 أس 5 زائد ثابت برضه. هتعمل ايه؟ انت هتمسك آلتك حبيب قلبي، هنتفق مع بعض على رقم معين ده اللي هنشتغل بيه وهو التلاتة. ايه يا مستر الرقم ده؟ 3. هعمل ايه بالتلاتة دي؟ صلي بينا على النبي. طبعا ده هيوضح في السؤال اللي احنا بنحله في الامتحانات واحنا بنحل لما يكون في اختيارات، بس بص هديك مثال. ادي يا مستر اللي قدام التكامل، هاخد اللي قدام التكامل ده هعوض عادي بالآلة، هشيل كل س واحط مكانها 3، بقى 2 في 3 زائد 3 لكل أس 4. تعالى نحسب بالآلة. بص 2 في 3 زائد 3 الكل أس 4 طلع معايا 6 5 6 1. فل الكلام، فل قوي. طب يلا بينا يا مستر. شايف المسألة؟ ده الاختيار اللي كان اسمه ب، وده اختيار اسمه ج، وفي اختيارات تانية. انا هسمي اللام واروح اجرب مثلا يا مستر الاختيار اللي اسمه ج ده. هجربه ازاي؟ هروح اشتقه زي ما كنا بنحل الاشتقاق بالآلة من شويه. هعمل ايه يعني؟ بص هتدوس شيفت تكامل، فتح لك دي باي دي اكس زي ما انا علمتك. اكتب دي زي ما هي. هتقول لي 1 على 5 افتح قوس 2 س يعني 2 في اكس، الاكس الفا قوس يمين زائد 3 اقفل القوس الكل اس 5. دوس يا مستر سهم يمين نزلك على الاكس تحت، تقول له يا مستر الاكس دي اس كام؟ الاكس لما تكون بكام؟ مش احنا متفقين بنعوض عن السين ب3، يبقى هقول الاكس ب3 يساوي. طلع لي يا مستر رقم غريب قوي. بص طلع لي 1 3 1 2 2. ده ما ينفعنيش، انا عايز كام؟ 6 5 6 1. الاختيار اللي هيطلع بالآلة 6 5 6 1 يبقى هو ده الصح. تعالى هنا هجرب يا مستر. هي ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ان دي 5 ودي 10. اروح اشيل ال5 واخليها 10 وادوس يساوي تاني يا مستر. الله، طلعت 6 5 6 1. يبقى هو ده الحل يا مستر. يبقى كده بنحل التفاضل بالآلة والتكامل كمان بالآلة. طيب يلا بينا يا مستر. قبل ما نخش بس على التكاملات، ولا افتكر لي تكامل الجا والجتا، تكامل الدوال المثلثيه بالآلة يا مستر كنت بعمل ايه؟ ده علمي بس يا شباب. ها مستر بكل هدوء، انا مش هقول فيها اكتر من 5 دقايق. ولا امسك المشتقات. مش انت حافظ المشتقه؟ هعكس بس. يعني ايه مستر مش مشتقه الجا جتا؟ يبقى تكامل الجتا جا بس. رايح بشتق راجع بكامل، انت حافظهم قدام عينيك. مشتقه الجا جتا، اذا تكامل الجتا جا يا مستر. مشتقه الجتا سالب جا، يبقى تكامل الجا سالب جتا. انا بكمل الداله بس فباخد السالب الناحيه الثانيه، يبقى تكامل الجا سالب جتا. حلو. تكامل القا تربيع ظا، تكامل القا تربيع سالب زتا. تكامل القا ظا، تكامل القا زتا سالب قتا. ولا هناك كنت بقول نفس الزاويه في ايه؟ في مشتقه الزاويه. هنا التكامل بقسم على معامل الزاويه. يعني ايه؟ يعني لو عايز تكامل جتا 4 س يا مستر هعمل ايه؟ مستر انا عارف ان تكامل الجتا جا، لان مشتقة الجا جتا، يبقى تكامل الجتا ايه؟ جا ايه؟ جا نفس الزاوية على معامل الزاوية اللي هو كام؟ 4 زائد ثابت تكامل. في المشتقة بضرب، في القسمة بقسم. حلو قوي الكلام ده يا مستر. تعالى بقى نفتكر كام حاجة في الجبر كده ونخش فيها مع بعض. سمي الله، سمي الله كده حبيب قلبي، وتعالى اقول لك التفاضل اللي احنا اتكلمنا فيه ده مترصوص في ورق الزيتونه ازاي. سمي الله. مستر اول حاجة زيتونة الدهني في التفاضل فيها ايه؟ اول حاجة بعرفك يعني ايه دالة التغير، متوسط التغير، معدل التغير، الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، وقايل لك ان معدل التغير هو الاشتقاق يعني الميل. مستر قلت لك لو اداني نقطه، خلي بالك في مسائل الرسم، لو اداني نقطه وطلب مني داله التغير هقول صاد 2 ناقص صاد 1، هقول صاد الثانيه ناقص صاد الاولى. طب لو طلب معدل التغير او متوسط التغير وفي الاخر بيطلب متوسط التغير، بقول ايه؟ بقول انا بروح اجيب الميل، فرق الصادات على فرق السينات. يبقى لو اداني نقطتين يا مستر، جه اداني نقط وطلب مني حاجه اسمها متوسط التغير، راح اقول له هات الميل، فرق الصادات على فرق السينات. وبعد كده يا مستر بعلمك تشتق ازاي، مشتق الضرب ومشتق الاسم ومشتق كل الكلام ده، مشتق الجذر 1 على السين، الكلام ده كله بشتقه ازاي. بعد كده مستر اتكلمنا في قاعده السلسله، قلت لك الدنيا فيها ايه، ثم مشتقه القوس والجذر التربيعي، ثم الجذر اللي مش تربيعي، ثم الدوال المثلثيه للناس العلمي، ثم مستر التطبيقات. قلت لك عشان اكون معادله مماس او عمودي محتاج حاجتين، نقطه وميل. الميل بجيبه ب6 طرق و6 طرق. وبعد كده مستر دخلنا على التكامل، يعني ايه تكامل اصلا وازاي بكامل، بزود على القوس 1 واقسم على القوس الجديد. ثم مستر تكامل القوس ازاي، ثم تكامل الدوال المثلثيه للناس العلمي. زي الفل زي الفل يا مستر. تعالى مع بعض نخش على الجبر. بص في الجبر قايل لك ايه مستر؟ هو احنا كان عندنا ايه في الجبر؟ فكرني كده يا مستر معلش، الترم ده كان عندي ايه في الجبر؟ ولا سمي الله كده مستر. اول حاجه كانت عندي في الجبر ايه حبيب قلبي؟ بكل هدوء يا ابني بقى ما تتعبناش.
كان عندي مستر اول حاجه ببدا بيها المتتابعات، ثم المتسلسلات، ثم المتتابعات الحسابيه، مسلسلات حسابيه، متتابعات هندسيه، متسلسلات هندسيه، هوبا تباديل وتوافيق. الكلام ده فيه مشاكل؟ حلو. مستر اتكلمنا في المتتابعات وقلنا يعني ايه متتابعات، قلنا حبيب قلبي المتتابعه ما هي الا شويه ارقام بينهم سيكونس معين. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا اما بزود رقم يا اما بضرب في رقم، الموضوع بسيط. لو بزود رقم بجمع او اطرح رقم يا مستر، يعني بحط رقم باشاره يا موجب يا سالب، ازود 2 او اطرح 2. ده اسمها ايه؟ اسمها متتابعه حسابيه. ومراجعات الجبر والمتتابعات كلها في فيديو واحد بعته لك على الجروب. طب يا مستر دلوقتي حبيب قلبي انا عايز اجيب متتابعه حسابيه، يا هزود رقم يا هطرح رقم. مستر المتتابعه الحسابيه كان ليها حد نوني، الحد النوني بتاع المتابعه الحسابيه كان اسمه ايه؟ كان اسمه ا زائد ن ناقص 1 في د. سيبك من الصيغه. مستر يعني ايه؟ يعني انا لو عايز اجيب الحد التاسع بيساوي ايه؟ ا زائد 8 د. مستر يعني بنقص مربع واحد واضربها في د. ايوه الحد التاسع ا زائد 8 د. مستر هو ايه الالف وايه الدال؟ حبيب قلبي الف ده الحد الاول بتاع المتتابعه، الدال هو اساس المتتابعه. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو عندي متتابعه اسمها 2 4 6 8 10، مستر اجيب الالف ازاي؟ الحد الاول ب2. اجيب الدال ازاي يا مستر؟ اطرح اي عدد من اللي قبله يديني الدال. 4 ناقص 2 2، 6 ناقص 4 2، 8 ناقص 6 2، هو ده الدال. مستر كده انا بجيب عشان المتابعه الحسابيه اجيب لها الف ودال. ما هي المتسلسله الحسابيه؟ مستر المتسلسله الحسابيه ما هي الا مجموعه المتتابعه الحسابيه. يعني ايه؟ امسك عناصر المتتابعه الحسابيه اجمعهم على بعض يديك متسلسله حسابيه. طب مستر المتسلسله الحسابيه كان ليها قانونين، ركز معايا قوي والنبي معلش. اول حاجه يا مستر الحاجات العبيطه في الاول، يعني ايه متتابعه وايجاد الحد النوني لو بتزيد ولو بتقل وبتاع، الكلام ده كله بيتلخص في الحسابيه والهندسيه ودي شرحنا بالتفصيل موجوده. مستر المتسلسلات ورمز التجميع اتفقنا ان الكلام ده كله بنعمله بالاله، ما تحفظش قوانينك ولا تشوف دنيتك. حلو. الراجل بتاع الادبي بس يهتم لي بده شويه عشان لو جالك مقالي قال لك انا عايز سيجما رقم، يعني مثلا يا مستر قال لك سيجما 5 من 1 ل 6، بعمل ايه؟ بتمسك الرقم اللي هنا تضربه في الرقم اللي هنا يبقى 5 في 6 ب 30 والموضوع انتهى. مستر عايز اجيب السيجما ر، تقول نون في نون زائد 1 على 2. ايه النون؟ الرقم اللي بيبقى فوق. تعويض في قوانين. انما مستر في اغلب الاحوال وعلى طول 98% بتيجي اختياري يا مستر. هعمل ايه؟ هتروح بالاله. قال لك سيجما مثلا ر من 1 ل 6، تعمل ايه؟ تدوس لي سيجما. فين السيجما ده يا مستر؟ تدوس شيفت والزرار اللي تحت الاون اللي اسمه لوج يفتح لك السيجما كده يا مستر. قال لك سيجما وفتح لك ايه؟ قوس. هكتب ايه؟ مش هي كانت ر يا مستر؟ يا عم 2 ر زائد 3 اهو. السؤال اهو سيجما 2 ر زائد 3. هتعمل ايه يا مستر؟ تروح بالاله شيفت لوج الزرار اللي تحت الاون فتح لك، بص قال لك سيجما، هو كاتب لك هنا اكس يساوي نقطه، هنا حاجه فاضيه فتح لك قوس وخلاص دنيتك جميله. هتعمل ايه؟ هتيجي هنا مستر تكتب له 2 ر زائد 3. مش اتفقنا ان اي مجهول على الاله بكتبه اكس؟ يبقى 2 اكس، اكس اللي هي الفا قوس يمين زائد 3 يا مستر. تعالى هنا اكتب 1، هو قال لك من 1 ل 6. وتعالى هنا اكتب 6 على الاله يا مستر ودوس يساوي، شوف طالعه معاك بكام اهو. 2 اكس زائد 3 من 1 لحد 6 طالعه معايا يا مستر ب 60 بس، ولا اي حاجه في الدنيا بالاله على طول. حلو. تعال نرجع لمرجوعنا بقى. ادي المتتابعه الحسابيه يا مستر. بعرف منين؟ بص بقى لو طرحت كل رقم من اللي قبله يديني رقم ثابت اسمه الاثنين، وده يا مستر اسمه الدال، اسمه اساس الايه؟ المتتابعه. الحد الاول اسمه الالف. حلو. طب يا مستر الحد الاخير بنرمز له بالرمز ناب. بعد كده مستر الحد النوني بقول لك اسمه ا زائد ن ناقص 1 في د. يعني انا لو عايز اجيب الحد العاشر يبقى ا زائد 9 ب، عايز اجيب يا مستر الحد السابع ا زائد 6 ايه؟ د. الكلام ده فيه مشاكل. الحد العاشر ا زائد 9 د. طب الحد ال 14 ا زائد 13 د. يعني يا مستر برضو المتتابعه الحسابيه دي شكلها عامل ازاي؟ ا بعد كده بزود د بقى ا زائد د، كمان د ا زائد 2 د. عرفتها منين يا مستر؟ ولا مش ده الحد الايه؟ الاول يعني ا بس. الحد الثاني ا زائد اطرح من الاثنين 1 في د، 2 ناقص 1 بايه؟ بواحد، بقت ا د. طب الحد الثالث ا زائد 3 د. الحد الرابع ا زائد ايه؟ الحد الخامس ا زائد 4 د. الحد السادس ا زائد 5 د. اتفقنا اني بقلل واحد واضرب في الدال. طب يا مستر انا وانا ماشي كده بزود د. الحد الاخير اسمه ايه؟ لام. طب وانا راجع وانا ماشي من اليمين للشمال بزود د، يبقى وانا راجع بنقص د. مستر في حاجه اسمها الاوساط الحسابيه، بعرف منين او بعمل ايه بالوسط الحسابي؟ قال لك ا وب وج في تتابع حسابي. يعني ايه يا مستر؟ يعني ب وسط حسابي. يعني ايه وسط؟ يعني في النص ما بين ايه؟ عددين، ما بين حدين في متتابعه حسابيه. ادام في متتابعه حسابيه اسمه وسط حسابي، لو كانت هندسيه اسمه وسط هندسي. مستر
الوسط الحسابي بيساوي ايه؟ بقول يا مستر الوسط الحسابي اللي في النص بيساوي الاول زائد الاخير على الاثنين. الكلام ده فيه مشاكل؟ او ممكن تعمل وسطين في طرفين فتقول 2 اللي في النص بيساوي الاول زائد الاخير. حلو. ما تنساش ان رتبه الحد الاخير بيساوي عدد الحدود. يعني انا يا مستر لو عندي الحد الاخير هو الحد ال 16 رتبته الحد ال 16 يعني ترتيبه ال 16 يبقى هم كام حد؟ ما الاخير ب 16 يبقى هم 16 حد يا مستر. طيب مستر انت عارف يعني ايه وسط اصلا ولا؟ بص المتتابعه اهي 2 4 6 8 10 12 14 ده اسمه الحد الاول وده اسمه الحد الاخير. طب ده اسمه ايه؟ الاربعه دي اسمها الحد الثاني يا مستر سلامتك. ما هو رقم تاني رقم يعني الحد الثاني ولا او الوسط الاول. ايه الوسط الاول ده يا مستر؟ بص يا معلم هو مش ده ما بين الاثنين والسته، ده اول رقم يكون ما بين رقمين ظهر معاه في المتتابعه فاسمه الوسط الاول. بعد كده ده الوسط الثاني الوسط الثالث الوسط الرابع. طب مستر ده كلام جميل. يبقى عدد الاوساط بيساوي ايه؟ بص انا مستر ادي الاوساط يبقى دايما الاوساط زياده عليهم طرفين. يعني انا لو عندي 6 اوساط يبقى هم كام حد؟ 8 حدود. ليه؟ ما انا بزود عليهم البدايه والنهايه يا مستر. يبقى كده افهم من كده ان عدد الحدود بيساوي عدد الاوساط زائد 2. وعدد الاوساط بيساوي عدد الحدود كلها ناقص 2 ناقص الطرفين. طب كلام جميل. بص معايا كمان على الرتبه. بص هي الاربعه دي الحد الكام؟ تقول لي الثاني الوسط الكامل الوسط الاول. طب دي الحد الكامل الحد الثالث الوسط الكامل الوسط الثاني. ايه يا مستر العلاقه بين الوسط والحد؟ الحد الثالث الوسط الثاني والحد الثاني الوسط الاول. ده معناه ان رتبه الوسط اقل من رتبه الحد بكام؟ بواحد. كلام زي الفل يا مستر. طيب تعالى بعد كده يا مستر نخش على المتتابعه الهندسيه. ايه الفرق يا مستر بين الحسابيه والهندسيه؟ قبل ما نخش على الهندسيه ما اتكلمناش في المتسلسله الحسابيه يا مستر احنا اتفقنا ما هي المتسلسله الحسابيه؟ هي مجموع المتتابعه الحسابيه. طب يلا بينا. مستر انا عندي نوعين، يا اما متتابعه منتهيه يعني ليها حد اخير، يا اما متتابعه غير منتهيه يعني مكمله الى ما لا نهايه. المتتابعه المنتهيه عشان اجمعها يا مستر او اجمع عدد حدود منها بقول ان المجموع بيساوي ن على الاثنين في ا زائد ل. ايه النون ده؟ ده عدد حدود يا مستر. يعني عايز اجمع اول 6 حدود يبقى النون ب6. 9 حدود النون ب9. الالف الحد الاول واللام الحد الاخير. طب لو غير منتهيه بقول ن على الاثنين النون برضو عدد الحدود في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل؟ مستر المتتابعه الهندسيه اسهل مما يكون. بدل ما كنت بزود رقم ما تبقى حسابيه هضرب في رقم فتبقى هندسيه. طب الحد العام بتاعها ايه؟ بيساوي مستر الف ر اس ن ناقص 1. يعني الحد العاشر بيساوي ايه؟ الف ر اس 9. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه يا مستر؟ طيب وانا ماشي كده بضرب في ر يبقى وانا راجع كده بقسم على ر. تقول له يا مستر مش كانت د ولا الاساس في المتتابعه الحسابيه اسمه د اما الاساس في المتتابعه الهندسيه اسمه ر. بقول لك يا معلم ان الحد النون اسمه كذا يبقى الحد السادس كذا. الدنيا جميله الحمد لله. بعد كده دخلنا مستر على الاوساط الهندسيه. اللي في النص هو الوسط الهندسي بيساوي ايه المره ده يا مستر؟ بقول ان الوسط الهندسي تربيع بيساوي الاول في الاخير او جذر اللي في النص بيساوي الاول في الاخير اهو. الب اللي في النص بيساوي جذر الاول في الاخير او ب تربيع بيساوي الاول في الاخير. ايه اللي انت عايزه اشتغل بيه؟ طبعا نفس عدد الاوساط عدد الحدود ناقص ايه؟ 2. ثم المتسلسلات الهندسيه وركز لي قوي وعدل لي تعديل هنا يا مستر في الملزمه. ايه هو؟ بص حبيب قلبي هتيجي هنا هتخلي دي بس ايه؟ منتهيه بدل غير منتهي. شكرا كده. مستر لو عايز اجمع مجموع عدد معين في متتابعه غير منتهي يعني متتابعه ملهاش حد اخير يعني مكمله الى ما لا نهايه، عايز اجمع اول 10 حدود فيها 12 حد فيها يبقى بيساوي يا مستر الف في 1 ناقص ر اس ن على 1 ناقص ر. مستر ايه الالف؟ الحد الاول. الر الاساس. النون عدد الحدود. طب كلام جميل. طب نفس المتتابعه الغير منتهيه دي عايز اجمعها كلها من اولها لاخرها اللي انا ما اعرفش اخرها اصلا بيساوي يا مستر الحد الاول الف على 1 ناقص ر. طب يا مستر عايز اجمع متتابعه غير منتهيه يعني متتابعه اعرف لها الحد الاخير معايا الف ولام وايه وره. يعني يلا بينا يا مستر هقول الحد الاخير في الره اللي هو الاساس ناقص الف على ر ناقص 1. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ يلا بينا. بعد كده يا مستر هنخش على التباديل والتوفيق ومبدا العد. طب يا مستر تعالى نروح نتكلم بالاول في رشته قوانين التباديل والتوفيق ومبدا العد ثم يا مستر نرجع نتكلم في ايه؟ في امتحاننا الجميل محافظتنا الجميله اللي هنطبق بيها. بعد كده في اخر الفيديو هنتكلم على الاحتمالات بتاعه الناس الادبي. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ يلا بينا يا مستر. طب يا مستر تعالى نتكلم كده في التباديل والتوفيق ومبدا العد. رجعت في رايي اشتغل لك على الزيتونه زي ما هي عشان تذاكر منها حبيب قلبي. سمي الله. مستر اولا يعني ايه تباديل؟ تعالى بس افكرك اولا يعني ايه تباديل يا مستر. يعني مثلا يعني انا دلوقتي يا مستر معايا
4 اشخاص، ادي 4 اشخاص، افترض ان دول 4 اشخاص وعدي الدنيا اهو، بني ادمين يا عم، عايزين يقعدوا يا مستر في 4 اماكن، ادي مكان 2 3 4 مستر. يلا سمي الله كده حبيب قلبي. الراجل ده دخل لقى كام كرسي؟ لقى 4 اختيارات قدامه، نقى اي كرسي وقعد عليه. التاني اللي داخل ده مستر هيلاقي كام كرسي؟ هيلاقي 3، اللي بعده هيلاقي 2، واللي بعده هيلاقي 1. اول رقم ده مستر بنروح نسميه العلم. عدد الارقام يا مستر ادي 1 2 3 بنسميها الدليل. بحول ده لتبديله، التبديله رمزها لم يا مستر. ايه العلم؟ اول رقم. ايه الدليل؟ عدد العوامل. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل؟ يبقى لما اجي اقول لك نون لم ر يا مستر تقول لي ايه؟ تقول لي مستر خلي بالك اللي فوق ده اسمه علم واللي تحت اسمه دليل. حلو، اقول لك طب امسك بقى التبديله دي فكها لي انت. تقول لي بس يبقى هبدا بالنون. بص هنا كانت 4 بقت 3 بقت 2 بقت كام؟ بقت 1. يعني بطرح كام؟ 1. يبقى النون لما نقص منه كام؟ بقى نون في نون ناقص 1، ثم نون ناقص 2 نون ناقص 3 نون ناقص 4 الى ما لا نهايه، الى حد ما توصل الى الحد الاخير. الحد الاخير يا مستر بيساوي نون ناقص ر زائد 1. يبقى ايه الحد الاخير؟ تقول لي عدد ناقص دليل زائد 1 يا مستر. طيب بعد كده يا مستر عندي ما تنساش ان نون لم نون بيساوي رقم ثابت. يعني ايه يا مستر نون لم نون بيساوي رقم ثابت؟ ركز معايا شويه معلش. بص حبيب قلبي كده مستر، ده هنا العلم بيساوي الدليل، ولا ما دي حاله خاصه. اول ما العلم يساوي الدليل بحولها لحاجه تسمى مضروب. طب يا مستر ده كلام جميل، اصبح مضروب 4. اقول لك تمام بالمره. ولا بدل ما تعمل مضروب 4 ده بالاله، هو اساسا المضروب بيتفك ازاي؟ المضروب بتمسك من اول رقم تفضل تفك لحد ما توصل للواحد. يعني مثلا لو معاك مضروب 5 تقول 5 في 4 في 3 في 2 في 1 يديك 120. طب تعرف ان المضروب ده بيتعمل بالاله؟ بيتعمل ازاي بالاله يا مستر؟ بروح ادوس بالاله شيفت اكس اس سالب 1. ايه اكس اس سالب 1 دي؟ اوعى تعملها الفا كوسيمين اس سالب 1، لا ده في زرار على الاله تحت المود على طول، تحت زرار مود اسمه اكس اس سالب 1. فانت بتكتب 5 اهو، هكتب 5 شيفت اكس اس سالب 1 يطلع لك 5 علامه تعب. اهي دي يا مستر اسمها مضروب 5، تطلع ب 120 على طول. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب يا مستر بالمره بقى، هو اساسا انا اعرف اعمل التباديل على الاله؟ عايز تعمل 5 لم 3 على الاله تعملها ازاي يا معلمي؟ بص بالاله تكتب 5، بعد كده تروح قايل شيفت في شيفت، بعد كده زرار في 3 هتلاقيها كتبت لك بالاله يا مستر 5 ب 3. ما هي البي يعني لام، 5 ب 3 شوف تطلع بكام؟ هتطلع معاك بايه؟ ب 60. الكلام ده فيه مشاكل؟ مستر بالمره الدرس اللي بعده اسمه توفيق. بعمل التوفيق ازاي على الاله؟ هي لو عايز تعمل 5 ق 3 على الاله ازاي؟ بدل ما بدوس شيفت فيه هتدوس شيفت على، بقى 5 شيفت على هروح عامل لك سي. السي دي يعني قاف، اتفقنا ان البي يعني لام والسي يعني قاف، بقى 5 سي 3. شوف طلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 20. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا يا مستر؟ ما تنساش ان نون لم 1 بيساوي نون، اي حاجه لم 1 بيساوي الحاجه، اي حاجه لم 0 بواحد، مضروب الصفر ومضروب الواحد الاثنين بيساوي كام؟ 1. ما تنساش يا باشا ان العلم لازم يكون اكبر منها ويساوي الدليل. وما تنساش اهم حاجه في الدنيا يا مستر، ازاي افك التباديل الى مضاريب. يلا بينا. افك ازاي التباديل الى مضاريب يا مستر؟ بكل هدوء حبيب قلبي. بقول مضروب على مضروب، مضروب على مضروب، مضروب على مضروب، فوق مضروب العلم، تحت مضروب علم ناقص دليل اهو. بقول مضروب على مضروب، المضروب اللي فوق بحط فيه العلم، المضروب اللي تحت بقول العلم ناقص الدليل اهو. مضروب نون تحت مضروب نون ناقص ر. مستر عارف المضروب الجميل اللي احنا لسه متكلمين فيه؟ مستر عارفه حبيب قلبي اهو. ده بتروح يا مستر تعمل له حاجه اسمها تبسيط. لو انا عندي مضروب نون ممكن اروح ابسطه. ببسطه ازاي؟ بطلع النون اللي جواه دي بره واطرح من اللي جوه المضروب 1، فبقى نون في مضروب نون ناقص 1. ممكن ابسط كمان اطلع اللي جوه المضروب واطرح من اللي جوه 1. ينفع ابسط كمان الى ما لا نهايه بقى. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ طب تعالى يا مستر كمل معايا. في حاجه يا مستر هنا بس حابب اوضحها لك وافكرك بيها. كنت بقول لك ايه؟ بقول لك اذا تساوى تبديلتين. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو عندي نون لام س بيساوي نون لام ص، ادام العلم بيساوي العلم اذا الدليل بيساوي الدليل. من هنا يا مستر اعرف ان السين بتساوي الصاد، او لو الدليل ساوى الدليل اذا العلم بيساوي العلم. حلو خليك فاكرها. وتعالى نخش على التوفيق عشان هنرجع لها تاني. مستر في بدايه التوفيق اول حاجه كنت بعلمك ازاي تروح تحول من التوفيق اللي هي القاف الى تباديل. ازاي يا مستر بحول من توفيق الى تباديل؟ كنت بقول لك ولا يهمك، مش نفسك تخلي القاف، نفسك تخلي النون قاف ر، نون لام ر، روح يا عم خليها نون لام ر ولا يهمك، بس اقسم لي على مضروب الدليل اللي هو مضروب الر.
بس. طب امتى انا بستخدم يا مستر القانون ده؟ لما بيبقى عندي مساله في ناحيه فيها قاف وناحيه فيها لام، فبحول القاف الى اللام عشان اشيلهم ايه مع بعض. طيب بعد كده مستر من اهم القوانين في التوفيق زي ما هو اهم القوانين في التباديل، ازاي احول تبديله لمضاريب، ازاي احول توفيق لمضاريب. يلا يا مستر ازاي بحول من توفيق لمضاريب؟ في التباديل كنت بقول مضروب على مضروب، في التوافيق بقول مضروب على مضروبين، فوق مضروب العلم تحت مضروب الدليل فعلم ناقص دليل. يعني ايه يا مستر؟ يعني نفسي احول نون قافيه الى مضاريب، هقول مضروب على مضروبين، فوق مضروب العلم وتحت مضروب الدليل في علم ناقص دليل. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ من اهم القوانين يا مستر اللي هتلاقيه في كل المسائل قانون تبسيط التوافيق، اللي هو مستر لو عندي نون قاف نون ناقص واحد يا مستر وانا عايز اروح ابسط ده، هو ايه اللي بيخلي في بالي اجي ان انا ابسطه؟ اشمعنى ده اللي هيتبسط؟ وبستخدم قانون التبسيط امتى؟ انا بستخدم قانون التبسيط اذا كان العلم والدليل من نفس الدرجه، يعني هنا نون اس واحد وهنا نون اس واحد، هنا نون اس اتنين وهنا نون اس اتنين، فلقيتهم الاتنين نون اس واحد يا مستر، قلت يبقى هبسط. ببسط ازاي؟ بسيب العلم زي ما هو وانزل تحت اقول علم الناقص دليل يا مستر بقى بيساوي نون قاف نون ناقص نون زائد واحد، ده ضيع ده اتبقى لي نون قاف واحد يا مستر اللي هي بنون وشكرا مع السلامه. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ ما تنساش يا معلم عندي 3 قوانين من اهم القوانين اللي في التوفيق على الاطلاق. اول حاجه يا مستر لو عندي نون قاف س تساوي نون قاف ص، توفيقه بتساوي توفيقه. هناك في التباديل كنت بقول لك اذا دليل بيساوي دليل قطعا وقولا واحدا، هنا لا مستر ادام توفيق بتساوي توفيق يبقى انا عندي حالتين، يا دليل بيساوي دليل يا دليل زائد دليل بيساوي علم. يعني اما اقول السين بتساوي الصاد او س زائد ص بتساوي نون. مستر انا عندي قانون مجموع وقانون اسمه، تعال نخش على قانون المجموع. مستر انا عشان اقدر اجمع توفيقتين مع بعض عندي شرطين، اول شرط ان يكون ليهم نفس العلم والدليل يكون اكبر من الدليل بواحد. سيبك من هنجمع ازاي، اهم حاجه تتحقق الشروط عشان ينفع اجمع اصلا يا مستر. بص اول حاجه العلم يساوي العلم والدليل اكبر من الدليل بواحد، عندي نون قاف ر زائد نون قاف ر زائد واحد. بص العلم يساوي العلم والدليل اكبر من الدليل بواحد، هنا ر وهنا ر زائد واحد، كده ينفع اجمع؟ الشرطين متحققين، اجمع براحتك. هجمع ازاي يا مستر؟ همسك العلم اهو هقول قاف، همسك العلم واروح مزود عليه واحد واخد دليل الكبير. يبقى ازاي بجمع؟ اهو العلم زائد واحد دليل الكبير. طب يا مستر الاسم نفس الشرطين، لازم بقسم نون قاف ر على نون قاف ر ناقص واحد، لازم العلم يساوي العلم نون ونون والدليل اكبر من الدليل بواحد، ده اسمه ر وده اسمه ر ناقص واحد، يبقى ده اكبر من ده بواحد. طب يا مستر بقسم ازاي؟ ناتج الاسم ايه؟ بقول العلم ناقص دليل الكبير زائد واحد على الدليل الكبير. طب يلا طبق، هو العلم اسمه ايه؟ نون ناقص دليل الكبير اللي هو ر ولا ر ناقص واحد؟ ر زائد واحد على دليل الكبير اللي هو ر. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ بينا جري على الامتحان يا مستر نروح نحله نشوف الدنيا فيه ايه، وبعد كده حبيب قلبي طبعا هنأجل جزء حساب مثلثات هنقوله في الاخر مره واحده ونحل مع العلم حساب مثلثات ده انت هتوقفه حبيب قلبي. بالنسبه لطالب ادبي انت هتجري جزء حساب مثلثات ده، ثم بتاع علمي كده خلاص مهمته انتهت، بتاع الادبي معلش هرجع لك على الاحتمالات في 10 دقايق بس مش هنقول فيهم، ولا اقول لك وقف ياض بتاع ادبي شويه اسمع معلم الاحتمالات وتعالى نخش ايه نحل امتحان على طول اول ما اخلص، ولا نقوله في الاخر؟ نقوله في الاخر. سمي الله سمي الله كده حبيب قلبي وتعالى نحل مع بعض محافظه القاهره ونشوف الدنيا فيها ايه وبتقول ايه. سمي الله. حبيب قلبي الناس بتاعت ادب ان شاء الله امتحانك هيبقى شبه كده بالظبط بس ما فيهوش حساب مثلثات وفي احتمالات، فانا بعد ما نخلص هذا الامتحان بعد كده هتبقى كام سؤال حساب مثلثات انت هتجريهم، بعد ما اخلصهم هخش احل لك الاحتمالات بتاعت امتحانك انت ان شاء الله. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل؟ مستر عايز عدد حدود المتتابعه الهندسيه اللي اسمها 3 6 12 768 الى ما لا نهايه والحد الاخير اسمه 768 مثلا، بقول لك عايز عدد الحدود. مستر هو انت تقدر تعرف عدد الحدود ازاي؟ حبيب قلبي انت لو عرفت رتبه الحد الاخير تقدر تعرف عدد الحدود، لان قلت لك رتبه الحد الاخير هي عدد الحدود. طب يلا بينا يا مستر. اول حاجه مستر قال لي قال لي متتابعه هندسيه، اذا كده الحد الاول اسمه الف واساس المتتابعه اسمه ر. طب يا مستر اجيب الاساس ازاي؟ اتفقنا ادام هي هندسيه بقسم اي عدد على ايه؟ على اللي قبله، 6 على 3 فيها الاثنين فالر ب2 كده يا مستر. طب يلا حبيب قلبي فاكر الحد النوني بتاع المتتابعه الهندسيه بيساوي ايه؟ تقول لي الف ر اس ن ناقص 1.
طب يلا بينا، الالف بكام؟ الالف ب3. الره بكام؟ الره ب2. ن ناقص 1 زي ما هي، كل ده بيساوي 768 يا مستر. طب ما المضروب بيروح مقسوم، اذا ن اس 2 اس ن ناقص 1 بيساوي 768 على 3 بالقلم يا مستر. شوف طالعه معايا بكام؟ يلا بينا، 768 يا مستر على 3 طالعه معايا يا حبيب قلبي 256. طب يلا يا مستر، انا دام عندي اس داله اسيه في طرف لازم احول اللي جنبيها اسيه زيها. ليه؟ الاساس هنا اللي معلوم ولا الاس؟ الاساس، يبقى الاساس نفس الاساس. اشوف 2 اس كام بالاله يديني 256 يا مستر، لقيتها 2 اس 8. هقول بما ان الاساس بيساوي الاساس اذا الاس بيساوي الاس. هودي الواحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، اذا النون بتساوي 8 زائد 1 اللي هي 9. طب يا مستر هو دي ايه؟ ده عدد الحدود ولا مستر دي الرتبه؟ دي رتبة الحد الأخير اللي هي بكام؟ ب9. طب ما الرتبة هي عدد الحدود، إذا عدد الحدود 9. طب يلا بينا يا مستر على اللي بعده. مستر ده طالب مني رتبة الحد الذي قيمته 99 في المتتابعة الحسابية. قلنا يا مستر أو ما يقول لك رتبة الحد الذي قيمته كذا تروح على طول تفرض لي الحد النوني. هو الحد النوني بيساوي أ زائد ن ناقص 1 في د يا مستر. هو قال لك الحد بكام؟ 99. أول ما يقول لك الحد تفرض الحد ده إن هو الحد النوني. الالف بكام يا مستر؟ تعال نجيبها. الالف ب7. الدال يا مستر دي متتابعه حسابيه اساسها اسمه د، بطرح اي رقم من اللي قبله. مستر اشمعنى اللي فاتت قسمت ودي طرحت؟ في الهندسيه بقسم، في الحسابيه بطرح. 9 ناقص 7 2. يلا بينا يا مستر، الالف بكام؟ الالف ب7 حبيب قلبي. الدال بكام يا مستر؟ الدال ب2. بقى 2 في ن ناقص 1 كل ده بيساوي 99. بقى 2 في ن ناقص 1 بيساوي، اودي ال7 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، 99 ناقص 7 ب 92. المضروب بيروح مقسوم يا مستر، بقى 92 على 2 بالاله فيها 46. اذا يا مستر النون بتساوي 46 زائد 1 اللي هي 47. شكرا مع السلامه. الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. يبقى مستر هو الحد الكام؟ 47. مستر انا عايز مجموع 30 حدا الاولى من المتتابعه التي فيها ح ن بتساوي 2 ن زائد 3. انا عايز اجمع اول 30 حد. اولا يا مستر هي متتابعه حسابيه ولا هندسيه؟ حسابيه يا مستر عشان في بينهم في الحد النوني زائد. لو كان يا مستر في ضرب كانت هتبقى ايه؟ هندسيه. طب يلا بينا يا مستر، انا عشان اجيب الحد النوني اول حاجه لازم اروح اجيبها. بجيب يا مستر الايه؟ الالف. مش الالف ده اللي هو الحد الاول ياهو. طب اجيب الحد الاول ازاي؟ بشيل كل نون واحط واحد، بقى نون في 2 في 1 زائد 3 طلع معايا ب5. طب ما مستر عايز اجيب الدال. اولا من المتتابعات اول درس خالص الرقم اللي مضروب في النون ده هو الدال، يعني الدال ب2. طب لو انت ما عندكش المعلومه دي تقول لي عادي يا مستر هروح اجيب الحد الثاني. 2 في 2 زائد 3 ب7. وكده معايا الحد الاول والحد الثاني. عشان اجيب الدال بطرح الثاني من الاول، يعني الدال بتساوي يا مستر 7 ناقص 5 اللي هي 2. وكل سنه وانت طيب. طب حبيب قلبي زي الفل كده. انت عايز ايه بقى؟ عايز مجموع اول 30 حد ولا ما اجيب ن بتساوي ن على 2. احفظ بقى من ورقه الزيتونه. 2 الف زائد ن ناقص 1 د. يلا ن على 2 قال لك 30. بقى 30 على 2 في 2 في الف اللي هي بكام؟ ب5 زائد ن ناقص 1 يعني 29 في الدال اللي هي كام يا مستر؟ في الدال اللي هي 2. اضرب بالاله تطلع كل ده بكام؟ ب1020. يلا تعال نشوف اللي بعده. يلا بينا يا مستر. شغلني بقى في المعادلات والحلويات والحركات والتركات. بص متتابعه حسابيه فيها ج5 ولا دي مش ح5 دي ج5، يعني مجموع اول 5 حدود. يعني يا مستر قانونها اللي هو ن على 2 في 2 الف زائد ن ناقص 1 في د اللي احنا لسه كاتبينه. يلا هنا النون ب5 يعني 5 على 2 في 2 الف زائد ن ناقص 1 اللي هي 4 د ناقص يا مستر 4 على 2 في 2 الف زائد 3 د. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 20. ودي اول معادله. طب المعادله الثانيه 8 على 2 في 2 الف زائد 7 د ناقص 7 على 2 2 الف زائد 6 د. اقفل. كل ده بيساوي 29. كل ده بيساوي 29 يا مستر. طب تعالى يلا نظبط. 5 على 2 في 2 بالاله انت ما تعملش حاجه بدماغك، طالعه 5 الف زائد يا مستر 5 على 2 في 4 طالعه معايا ب10 د ناقص 4 على 2 طالعه ب4 الف سالب 4 على 2 في 3 يا مستر طالعه كام؟ طالعه يا مستر سالب يا كريم يا رب 6 د. كل ده بيساوي 20. طب يلا نجمع. 5 منه ناقص 4 منه يديك 1 منه. 10 منه ناقص 6 منه يديك 4 منه. بقى الف زائد 4 د بيساوي 20 يا مستر.
تعال نروح الناحيه الثانيه. 8 على 2 في 2 الف بالاله طالعه معايا 8 الف زائد 8 على 2 يا مستر يا كريم يا رب. 8 على 2 في 7 طلع 8 على 2 في 4 4 في 7 طلع 28 ده يا مستر ناقص 7 الف يا كريم يا رب طالعه معايا ناقص 21 ده. كل ده بيساوي لا اله الا الله، كل ده بيساوي 29 يا مستر. 8 الف ناقص 7 الف طالعه ب 1000، 28 ناقص 21 يا مستر طلع 7 د، كل ده بيساوي 29 مستر. دي المعادله الاولى ودي المعادله الثانيه. تعال نحط الاثنين تحت بعض ونروح نحل. يلا حبيب قلبي، عايز تحلهم بالاله حلهم، مش عايز تحلهم حلهم بدماغك. اضرب كل ده في سالب واحد عشان يبقى معايا قيمه مره بالموجب ومره بالسالب. بقى سالب الف ناقص 7 د بيساوي سالب 29 يا مستر. وروح جمع موجب منه وسالب منه اداك مفيش منه. 4 ناقص 7 د سالب 3 د بيساوي 20 وسالب 29 طلع سالب 9. اذا الداله يا مستر طالعه بكام؟ ب3 حبيب قلبي. طب الدال ب3 هجيب الالف ازاي؟ اطلع عوض في المعادله الاولى. يبقى الالف بتساوي 20 ناقص 4 د، يعني بتساوي 20 ناقص 4 في 3، يعني طالعه بكام؟ الالف ب8 يا مستر. الالف ب8 والدال ب3 وعايزه مستر مجموع اول 20 حد تبقى بكام يا مستر؟ يلا حبيب قلبي، يبقى ج 20 بتساوي 20 على 2 في 2 الف اللي هي 2 في 8 زائد 19 في د اللي هي ب3. شوف احسب دي طالعه بكام؟ هتلاقيها طالعه معاك ب 730 يا مستر. الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ تعال نشوف اللي بعده. مستر بكل هدوء بيقول لك في متتابعه حسابيه عايز الحد العاشر، يعني الف زائد 9 د. هي الالف بكام؟ ب3 زائد 9 في الدال بكام؟ 5 ناقص 3 2 طلع معايا 21. شوف معايا اللي بعده. مستر عايز مجموع عدد لا نهائي، يعني عايز ج ما لا نهايه من القوانين حبيب قلبي. ج ما لا نهايه بتساوي الف على 1 ناقص ر. الالف بكام يا مستر؟ الحد الاول ب16. 1 ناقص الر بكام؟ اقسم اي رقم على اللي قبله. 8 على 16 بتساوي نص يا مستر. 16 على 1 ناقص نص طلع ب 32 يا مستر. شكرا مع السلامه. تعالى نشوف اللي بعده. بقول لك يا مستر اذا كان الوسط الهندسي للعددين 9 وصاد هو 15. ايه ده يا مستر؟ ال 15 هو الوسط الهندسي، يعني بيساوي جذر 9 في صاد، يعني 15 تربيع بيساوي 9 صاد، يعني الصاد بتساوي 15 تربيع على 9. شوف طالعه معاك بكام. تعال نشوف اللي بعده. مستر بكل هدوء بقول لك يا مستر ن ق 10 بتساوي ن ق 20. ايه ده؟ علم بيساوي علم، يبقى عندي حاجه من الاثنين، يا دليل بيساوي دليل يا دليل زائد دليل بيساوي علم. ولا هل ال10 بيساوي ال20؟ لا يجوز يا مستر. اذا دليل زائد دليل 10 زائد 20 بيساوي النون اللي هي بكام؟ كده النون اصبحت ب30. مستر عايز ن ق 29، يعني 30 ق 29. تروح جري بالاله بقى تعمل لي 30 ق 29 تلاقيها طالعه معاك ب30. طب مستر لو انا واد شقي كنت عرفت تبسط، كنت قلت بيساوي علم ق علم ناقص دليل اللي هي 30 ق 1. و30 ق 1 بكام؟ طبعا ما تشغلش نفسك بالكلام ده، اعملها بالاله ومالكش دعوه بيا. مستر 7 لم ر بيساوي 840، فان مضروب ر ناقص 3 اعمل ايه يا مستر؟ بكل هدوء حبيب قلبي، انا قايل لك من واحنا شغالين تباديل وتوافيق، اول ما بلمح تبديله بتساوي رقم، تبديله بتساوي رقم يا مستر، بروح احول الرقم ده لتبديله ليها نفس الشيء المعلوم في اللام. لو العلم اللي معلوم يبقى 840 العلم بتاعها معلوم، لو الدليل يبقى الدليل. مستر مش فاهم. بص 7 لام ر هحول ال 840 للام زيها زي اللام دي. ايه المعلوم هنا؟ العلم ولا الدليل؟ العلم، يبقى هنا كمان العلم معلوم. اروح اجرب بالاله 840 لام كام 7 لام كام يديني 840. مستر ببدأ من كام؟ ولا العلم لازم يكون اكبر من الدليل، يعني هي الر يا هتكون ب7 يا اقل منها عشان العلم يبقى هو الكبير. يبقى اجرب 7 شيفت فيه اللي هي البي اللي هي اللام، اجرب ال3 طلع ب 210، كبر كمان طلع، اجرب ال4 طلع ب 840. اذا 7 لام 4 علم بيساوي علم يبقى دليل بيساوي دليل، الر بتساوي 4. هو بقى عايز ايه؟ عايز مضروب ر ناقص 3، يعني مضروب 4 ناقص 3 يعني مضروب 1 مضروب 1 بواحد. انت حافظها او بالاله. يلا يا مستر قال لك ن ق ن ناقص 3 بيساوي 35. اعمل ايه حبيب قلبي؟ افتكر معايا مستر، اول ما بلاقي العلم والدليل في التوفيق لنفس الاس يبقى بقول على طول قانون التبسيط. ببسط ازاي؟ العلم يفضل زي ما هو وتحت علم ناقص دليل،
طب كمل تبسيط، بقى نون قاف النون زي ما هي، امسك السالب اضربه هنا مره وهنا مره، بقى ناقص نون زائد 3. بقى نون قاف النون ضيعت النون اتبقى لي 3. ايه ده؟ نون قاف 3 ب 35 يا مستر. يلا نشتغل مع بعض. توافيق بتساوي رقم، اعملها نفس معامله التباديل، اروح احطها على الاله اشوف قاف كام قاف 3. اشمعنى التلاتة؟ لان المعلوم هنا يبقى المعلوم هنا. اجرب بالاله كام قاف 3 يديني 35، لقيتها 7. دليل بيساوي دليل، اذا علم بيساوي علم، يعني النون ب7. هو عايز مضروب نون ناقص 5 يعني 7 ناقص 5 يعني مضروب 2 اللي هو ب2. تعال نشوف اللي بعده. يلا يا مستر بكل هدوء بقول لك نون لام ر الى نون لام ر ناقص 1. يعني ايه يا مستر؟ اقسمهم على بعض. مستر قسمتهم على بعض. اهلا وسهلا. ما عملتش حاجه حبيب قلبي. مش قلت لك اول ما بتتزني في التباديل او التوفيق بتفك مضاريب؟ ده الحل السحري ان انا افك مضاريب. تعالى كده مع بعض. انا فوق عندي تبديله هفكها المضاريب وتحت تبديله هفكها المضاريب. يلا يا مستر فوق افك مضاريب ازاي؟ دي تبديله بقول مضروب على مضروب، مضروب على مضروب. يلا بينا. ادي اول تبديله فوق مضروب العلم. معلش يا شباب. فوق مضروب العلم تحت مضروب علم ناقص دليل. تعالى هنا يا مستر فوق مضروب العلم تحت مضروب بص علم ناقص دليل. تعالى على جنب. نون ناقص ر ناقص 1 هيبقى نون السالب هنا مره وهنا مره. نون ناقص ر زائد 1. مستر مضروب نون ضيع مضروب نون عشان ده في البسط وده في البسط زيه. يبقى اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي 1 على مضروب نون ناقص ر على 1 على مضروب نون ناقص ر زائد 1. مقام المقام بيطلع بسط يا مستر. اصبح معايا مضروب نون ناقص ر زائد 1 على مضروب نون ناقص ر. مستر انت قايل لي مليون مره انا ما بعرفش احل مضاريب. هدفي اتخلص من المضاريب. باخد المضروبين اشوف مين فيهم الكبير اخليه شبه الصغير عشان اشيلهم مع بعض. الكبير نون ناقص ر زائد 1 ولا نون ناقص ر بس؟ اكيد زائد 1. ابسط ازاي؟ اطلعه بره واطرح من اللي جوه المضروب 1 فاتبقى لي نون ناقص ر على مضروب نون ناقص ر طيروا بعض فاتبقى لي نون ناقص ر زائد 1 يا مستر. شوف يا مستر طلع بكام؟ الكلام ده في حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ بينا على اللي بعده. مستر اذا كان س زائد ص لم 2 بيساوي 210 وص ناقص 3 ق 3 بيساوي 35 اعمل ايه؟ تقول لي دول مسالتين في مساله ولا مش دي تبديله بتساوي رقم؟ اقول لك تقول لي حولها اللام نفس الدليل اشوف كام لم 2 يديني 210 طلع 15. دليل بيساوي دليل يبقى علم بيساوي علم. ايه اللي بعده؟ ص ناقص 3 ق 3 بيساوي 35. حول دي لتوافيق. التلاتة بتساوي التلاتة اجرب طلع 7. اذا الصاد ناقص 3 بتساوي 7 اودي التلاتة الناحية التانية بعكس الاشارة الصاد بتساوي 10. طب يا مستر لما الصاد بتساوي 10 تعالى هنا بقى س زائد 10 بيساوي 15 يعني السين بتساوي 5. طب الكلام ده فل قوي يا مستر. السين بتساوي 5 تعالى نروح نعوض بقى مضروب 2 في 5 ناقص 10 بتساوي مضروب 10 ناقص 10 مضروب 0 اللي هو بكام؟ ب1. اعيد يا مستر ولا اي حاجه صعبه. اللي بعده ده هو ماشي. لا مش هو احنا غلطنا كده ولا ماشي؟ هو حبيب قلبي التكامل يا مستر. تعالى نحله بما يرضي الله ونحله بالاله. يلا نحله بما يرضي الله. مستر ده تكامل قوس داله خطيه زود على اس 1 واقسم على الاس الجديد في معامل السين. الله طلع 1 على 10 يا مستر. 2 س زائد 3 اس 5 زائد ثابت تكامل. مستر ده في اختيارات كتير قوي. اعمل ايه؟ همسك اول اختيار اروح ماسك الاله مستر قايل شيفت تكامل صح. بس قبل ما اعمل ده كله اعمل ايه؟ همسك يا مستر اللي قدام التكامل ده اشيل كل س واحط الرقم اللي اتفقنا عليه اللي هو 3 هلاقيها طالعه معايا 6 5 6 1 واروح بالاله اقول شيفت تكامل كل اختيار من الاختيارات دي اكتبه زي ما هو. واي اكس بكتبها ازاي يا مستر؟ الفا قوس يمين ما تنساش. اي س بكتبها اكس على الاله الفا قوس يمين. يلا يا مستر اس 5 واقول لما الاكس ب3 طالعه يساوي هنا رقم غريب 1 2 1 3 طلع هنا يا مستر معلش 1 3 1 2 2. يلا اروح اجرب ده هو بس بدل ما هي 5 هي 10 شلت ال5 وخليتها 10 لقيتها طالعه 6 5 6 1. الرقم ده هو الرقم ده يبقى هو ده الحل. اعيد كلام جميل.
يلا بينا يا مستر. ولا خلي بالك مستر معلش المسألة دي علم بس فهنرجع لها في الآخر. الله مستر عايز متوسط تغير الدالة اللي اسمها س تربيع عندما تتغير من 2 إلى 2.1. هعمل ايه يا مستر؟ سمي الله حبيب قلبي. بقول لك متوسط تغير الداله د حيث داله س بتساوي س تربيع. عايز متوسط التغير، وانا عارف ان متوسط التغير بيساوي داله التغير اللي هو د س زائد ه ناقص داله س على ه. طب ما يلا بينا يا مستر، شيل لي كل س في الداله وحط لي مكانها س زائد ه. شلت س وحطيت س زائد ه تربيع ناقص س تربيع زي ما هي على ه. طب ما يلا بينا يا مستر، هعمل ايه؟ يلا حبيب قلبي، هفك التربيع يا مستر يطلع 3 حدود، مربع الاول ومربع الثاني و2 في الاول في الثاني وسالب س تربيع زي ما هي. سالب س تربيع ضيعت موجب س تربيع يا مستر، يبقى لي 2 س ه زائد ه تربيع على ه. المساله بتبص هات يا مستر، هاخد اله عامل مشترك، يبقى لي من هنا 2 س زائد ه، وهنا اله زي ما هي اله ضيعت اله، يبقى لي 2 س زائد ه. طب هو عايز متوسط التغير يا مستر لما تتغير من 2 يعني الس بتساوي 2 ل 2.1 يعني اله بتساوي 2.1 ناقص 2 بتساوي 1/10. يبقى 2 في 2 يا مستر زائد 1/10 طلع معايا بتساوي 4.1. الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا يا مستر. تعالى نكمل. السؤال ده مستر سؤال محترم، بيقول لك دالة س بتساوي س تربيع زائد أ س زائد ب، وكان د شرطة 3 بيساوي 5. يعني ايه يا مستر د شرطة 3 بتساوي 5؟ يعني لما تشتق وتروح تشيل كل س وتحط 3 الدالة هتديك كام؟ 5. الإجابة كلها المشتقة كلها تبقى بتساوي 5. طب الأول نروح نشتق. د شرطة س بتساوي 2 س زائد أ. طب يلا يا مستر شيل لي كل س وحط لي 3، بقى 2 في 3 زائد أ. هو مش د شرطة دي كلها بتساوي 5؟ بقى 6 زائد أ يا مستر بيساوي 5. عايز اجيب الالف اودي ال6 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، 5 ناقص 6 بيساوي -1. الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. تعال نشوف يا مستر اللي بعده. سيب ده يا معلم، هنرجع طبعا لكل حساب المثلثات اللي بنعديه ده. ص بتساوي مستر ع تكعيب ناقص 5 وع بتساوي 2 س تربيع ناقص 3 س، فان د ص على د س لما الس بتساوي 1. يلا مستر ص بتساوي ع تكعيب ناقص 5، هروح اجيب لما اشتق هتطلع معايا د ص على د ع، لان بشتق ص بالنسبه لع فطلع 2 ع تربيع. تعالى هنا مستر هشتق طلع د ع بالنسبه لس لان بشتق ع بالنسبه لس، فبقت 4 س ناقص 3. طب يلا بينا يا مستر انا عايز د ص على د س. عشان اجيب د ص على د س يا مستر لازم اضرب د ص على د ع في د ع على د س، عشان الد ع تطير الد ع اللي هي كام في كام يعني؟ اللي هي 2 ع تربيع في 4 س ناقص 3. طب هو بيقول لك الكلام ده لما الس بتساوي 1 مستر، ولا لما الس بتساوي 1 العين بتساوي كام؟ يا عم ما اعرفش، ما تروح تخليها كلها بدلاله س زي ما اتفقنا. يلا هشيل يا مستر العين واحط قيمتها. بص هي 2 في ع تربيع في 4 س ناقص 3. انا بس هشيل العين واحط قيمتها اللي هي 2 س تربيع ناقص 3 س. يلا يا مستر شيل لي بعد اذنك كل س وحط لي 1، وروح احسب الكلام ده كله بالاله هتطلع معاك 3. الكلام ده في حاجه صعبه؟ ولا اي حاجه صعبه. تعال نشوف اللي بعده. الكلام ده برضو علمي، هنرجع له. الحمد لله خلصنا كده الايه الجزء العلمي يا مستر، الجزء الادبي مع العلمي. تعالى بس نشوف المقالي ونرجع للاسئله الايه العلمي. بص يا مستر بقول لك متتابعه هندسيه حدها الرابع بيساوي 24 وحدها السابع بيساوي 192. يلا يا مستر حدها الرابع يعني ح 4 يعني أ ر أس 3 كل ده بيساوي 24 يا مستر. وقال لك حدها السابع يعني ح 7 اللي هو أ ر أس 6 كل ده بيساوي 192 يا مستر. عايز مجموع ال 15 حدا الاولى. عشان اجمع اول 15 حد يا مستر محتاج النون والر والايه والالف. طب يلا يا مستر نروح نجيب الكلام ده كله. قال لك النون 15 يبقى دي النون يا مستر. تعال نروح نجيب الالف والر وعوض في قانون المجموع بقى براحتك. يلا بينا يا مستر. أ ر تكعيب مستر بيساوي 24 وأ ر أس 6 بيساوي الكلام ده. مستر انا بقى معايا معادلتين، ازاي اروح احلهم مع بعض؟ ولا دول مش ضرب، يبقى احلهم مع بعض بالاسم. بقى أ ر تكعيب على أ ر أس 6 كل ده بيساوي 24 على 192 يا مستر. الالف ضيعت الالف، ر تكعيب على ر يا مستر أس 6 طلع 1 على ر تكعيب. يلا 24 على 192 بالاله. تعالى نشوف يا مستر طلع معانا بكام. 24 على 192 طلع معاك حبيب قلبي 1 على 8.
حلو الكلام، فل الكلام قوي كده يا مستر. طب ما انا ممكن اروح احول ده يا مستر، بدل ما هي 1 على ر تكعيب اخليها 1 على ر لكل تكعيب بيساوي، لازم احول على 1 على 8 دي لحاجه لكل تكعيب عشان يبقى القص بيساوي القص والاساس بيساوي الاساس. كام تكعيب ب1 على 8؟ نص يا مستر. يبقى الر بتساوي كام؟ الله يا مستر الر بتساوي 2. لما الر بتساوي 2 يا مستر روح اعوض في اي واحده، هعوض في دي عشان اجيب الالف. بقى الالف بتساوي 24 على 2 اس 3 بالاله يا معلم. 24 على 2 اس ايه يا مستر؟ ده 24 على 8 صحيح. طالعه ب3. مستر انا اعمل ايه عشان اجيب المجموع اول 15 حدا؟ بص 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 للناس اللي ناسيه، للناس اللي ناسيه، سمي الله يا مستر. بص حبيب قلبي، ادي يا مستر الجبر. بص بص هتيجي يا مستر على الهندسه في الاخر كده وتروح باصص لها يا مستر على ايه؟ على المتسلسلات الهندسيه. احنا فين؟ اهو المتسلسلات الهندسيه يا مستر. انا عايز اجمع اول 15 حد من متتابعه غير منتهيه يا مستر، يعني انا ما اعرفلهاش الايه؟ الحد الاخير. فهقول الف في 1 ناقص ر اس ن على 1 ناقص ر. طب يا مستر ما انت الكلام ده كله معاك، بص كده سمي الله. احنا كنا فين يا مستر؟ كنا هنا. بص حبيب قلبي انا عايز يا مستر بقى اجيب المجموع، هعمل ايه؟ اقول يا مستر والله مجموع اول 15 حد بيساوي يا مستر، قلنا الف في 1 ناقص ر اس ن على 1 ناقص ر. طب ما انت الالف يا مستر لسه جايبها ب3. 1 ناقص 2 يا مستر اس ن اللي هي 15 على 1 ناقص 2. شوف ايه الدنيا طالعه معاك بكام. الكلام ده فيه مشاكل ولا اي مشاكل في الدنيا؟ تعال نشوف اللي بعده. طب مستر تعالى نبص مع بعض كده على اخر سؤال. بيقول لك يوجد معادله المماس للمنحنى ده عند النقطه كذا. مستر عشان اجيب معادله المماس او معادله العمودي بحتاج حاجتين، نقطه وميل. يلا يا مستر النقطه معايا، فاضل لي اجيب الميل. بجيب الميل يا مستر منين؟ بجيب الميل من المشتقه الاولى. طب تعالى مع بعض نروح نجيب المشتقه الاولى. د ص على د س بتساوي مستر دي مشتقة اسم، بروح اقول ان المقام تربيع بيساوي تحت المقام تربيع فوق مشتقة البسطة يا مستر اللي هي 4 في المقام زي ما هو ناقص مشتقة المقام اللي هي 2 س في البسط زي ما هو. يلا يا مستر روح اعوض، شيل كل س وحط صفر. بقى مستر 4 ناقص صفر على يا كريم يا رب على 1 فطلع معايا 4. ادي الميل يا مستر. يلا بينا بقى هقول ص ناقص ص 1 اللي هو 3 على س ناقص س 1 اللي هو 0 فمش هكتبها، كل ده بيساوي 4. اذا ص ناقص 3 بيساوي 4 س. دخل ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، بقى ص ناقص 4 س ناقص 3 كل الكلام ده بيساوي 0. شكرا مع السلامه. طيب الناس بتاعت الادبي رايح لك 5 معلم جري كده عقبال ما اخلص ايه؟ حساب المثلثات. بتاع علم يا باشا ركز معايا كده يا مستر، نرجع لكام سؤال حساب المثلثات اللي كانوا عندنا في السخان كده ناخدهم مع مستر. كان بيقول لك ايه؟ سمي الله يا معلم. اول واحد حساب مثلثات عندنا كان هنا مستر سمي الله. هو انا عندي ص بتساوي جا 2 س، عايز ده ص على د س لما س بتساوي بقى على 6. هعمل ايه يا مستر؟ هو مشتقة الجا جتا نفس الزاويه يا مستر في مشتقة الزاويه اللي هي 2، بس هو قال لي شيل كل س وحط مكانها باي على 6. ينفع احط داله جوه الداله المثلثيه بدلاله الباي، ولا اشيل الباي واحط 180 على 6 اللي هي 30؟ فطلع 2 جتا 2 في 30 اللي هي 60. 2 جتا 60 يا مستر يعني 2 في نص اللي هي طالعه ب1. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لك يا مستر جا الف بيساوي سالب 3 على 5 تعويض مباشر يا مستر. جتا 2 الف بتساوي ايه؟ حبيب قلبي عايز الجتا بدلاله الجا. ما انت حافظ من قوانين ضعف الزاويه ان الجتا بتساوي 1 ناقص 2 جا تربيع الف يا مستر. طب ما يلا بينا، خلي بالك 1 ناقص جا تربيع نص الزاويه، بقى 1 ناقص الجا اللي هي سالب 3 على 5 لكل تربيع. شوف طالع معاك بكام. يلا يا مستر السؤال ده محترم. جتا 4 س ناقص جا 4 س بيساوي جتا ك س. مستر مش ده فرق ما بين مربعين؟ ممكن احلل قوسين زي بعض بالظبط، واحد موجب وواحد سالب. جتا جا تربيع. طب ده حلو قوي، كل ده بيساوي جتا ك س يا مستر. قانون الكلب يا مستر جا تربيع زي جتا تربيع بواحد، اصبح معايا جتا تربيع ناقص جا تربيع بيساوي جتا ك س. طب ما انت عارف ان جتا تربيع ناقص جا تربيع من قوانين ضعف الزاويه، ده كله بيساوي جتا ضعف الزاويه اللي هنا يعني جتا 2 س، كل ده بيساوي جتا ك س. اذا يا مستر الكاف بكام؟ ب2. تعالى مستر بكل هدوء ده من غير ما نبص على حاجه. جتا 5 س جتا 3 س جا 5 س جا 3 س جتا جا ده قانون مجموع الجتا ولا الجا؟ ده قانون مجموع الجتا. وكنا بنقول الجتا شريره يعني لو بينهم زائد تبقى سالب، يبقى جتا
5 س ناقص 3 س اللي هي جتا 2 س اول واحده. مستر ظا أ زائد ب، قانون ظا يا مستر. ظا أ زائد ب بيساوي ايه؟ بيساوي ظا الأولى زائد ظا التانية على 1 ناقص ظا الأولى في ظا التانية. يا مستر معاك ظا الأولى وظا التانية، عوض شوف طالعة معاك بكام. مستر بص السؤال الجامد ده، 1 زائد جتا 4 أ بيساوي ايه؟ كلها جتاهات مستر، بس انا شايف كده كده مش هتنفع جتا تربيع، اي حاجة فيها 4 مش هتنفع، فهي يا مستر 2 أ. الله، 2 أ دي مش قوانين المفروض ده 4 أ، يبقى هفك القوانين ضعف الزاوية عشان اطلع 2 أ. هو عايزها جتا، يبقى لازم افكها اللي فيها جتا. حلو، عندي 2 فيهم جتا، يا اما جتا تربيع ناقص جتا تربيع، يا اما 2 جتا تربيع ناقص 1. طب هنا ما فيهاش وحيد، يبقى اكيد هقول ناقص 1 عشان الواحد يطير الواحد، بمعنى هفك جتا 4 أ ل 2 جتا تربيع 2 أ ناقص 1 عشان السالب 1 يضيع الموجب 1، فيبقى لي 2 جتا تربيع 2 أ. بص لو كنت فكيتها يا مستر جتا تربيع 2 أ ناقص جتا تربيع 2 أ كنت قعدت جنبها ما ادتنيش حاجه، فانا بنقي القانون المناسب اللي يطلع لي حاجه من الاختيارات. مستر عايز مساحه المثلث الذي اطوال اضلاعه 6 و8 و10 يا مستر. ايه ده صيغه هيرون. مستر انا ازاي اجيب مساحه مثلث وانا معايا اطوال اضلاعه؟ بروح اقول جذر ح في ح ناقص الضلع الاول في ح ناقص الضلع الثاني في ح ناقص الضلع الثالث، حيث ح يا مستر نص المحيط. هو المحيط بيساوي ايه؟ 6 زائد 8 زائد 10. طب انا عايز ح يا مستر، المحيط مجموع اطوال الاضلاع، عايز ح اللي هو نص المحيط، اجمع مجموع الاطوال على الاثنين، 6 و8 14 و10 24 على الاثنين فيها ال 12، يبقى جذر 12 في 12 ناقص 6 في 12 ناقص 8 في 12 ناقص 10. شكرا مع السلامه يا مستر، شوف الدنيا فيها ايه.